هاي خدعة. الله ينور يا رجاله. طمنا. حلوه المكنه، كله في التمام. شكلها كده هتلعب وهنبقى مليونيرات يا رجاله. مليونيرات؟ قصدك مليارديرات يا. احنا داخلين جوه لمطبعه الفلوس الرئيسيه، يعني هنطبع اما نزهق، ومش بعيد نلاقي المكن الجديد اللي بيطبع الورقه ب1,000,000 جنيه. ايه ده؟ هو في ورقة ب1,000,000؟ مليون ايه يا مختار؟ هتشوف. طب فين الماسكات؟ خد انت دي وانت دي. انت عبيط يا مختار؟ انت حاطط وشوشنا على الماسكات؟ وده الجديد، مستحيل حد في الدنيا يشك ان وشوشنا اللي على الماسكات دي هم. يخرب بيت دماغك يالا، انت دماغك دي ايه سم؟ انا اشتريت. هم. انت فهمت هو قال ايه؟ لا بس انا اشتريت. امال انا 6 شهور بخطط فيها يا جدعان. الساعه 9 دلوقتي الا 5، 12:30 نبقى بره. 9 ل5 هنقعد 6 ساعات ونص جوه نعمل ايه يا مختار؟ نطبع الفلوس بالسهل كده. يلا يا رجال. وانا اشتريت. وانا معاكم. مش عايز يتحرك، كل ده على رجله. اثبت. اي حركة غدر هتتشال لوحده. انا حاشي الاهلي ومحدش هيضرب بدالي. مين فيكم المسؤول عن الطباعه؟ اهو استاذ فرج. قدامي. وانتوا كمان قدامي. يلا بسرعه. كله يروح في مكانه. مش عايزين لخبطه، مش عايزين حد يقول كلام ملوش معنى، عشان ما نمدش ايدينا على حد، في هدوء وفي سلام. هترضونا هنرضيكم. كله امان؟ كله امان. ايه ده؟ يلا يخرب بيتك انت وهو، انتوا قالعين ماسكات ليه؟ يا عم الدنيا سهل. بتعرق قوي. يعني انتوا لابسينها طول الطريق وجايين تقلعوها هنا جوه والناس كلها تشوف وشوشكوا؟ تصدقها فعلا بتجيب شهد يا؟ ده انا قرفان منها موت. فين المسؤول عن المكن؟ اهو فرج الله. مش مكن اللانشون، مكن الطباعة. انا حضرتك فرج الله، انا مدير الطباعه. المدير حضرتك في المستشفى بيعمل عمليه البطاقه. بقول له كده ايه ده؟ انت هتدخلني في حياتك الشخصيه ليه؟ ده ارتاح لك. في واحد مرمي في المستشفى. ايوه. انت شايف انت عملت فينا ايه؟ خليتنا نسيب المعركه ونركز في حياتك الغريبه. راجل كبير، سيبوه لنا. شيله. مساء الخير. هي بتطبع كام في قد ايه؟ ملايين. ما فكرش، قال ملايين. ملايين؟ لا دخل الناس دي جوه عشان الحسد بقى، واقفل عليهم باليفل الدبانه. حصل يا بص. يلا على جوه. وايه تاني؟ والمكن ليزر من الحديث. ليزر، قال ليزر وهنعدي. انا سمعت كلمه ليزر. الله يبارك لك يا مختار. بقول لك ايه بقى؟ شغل لنا الشغل كده وطبع لنا من ابو 200. 200 ايه حضرتك؟ 200 صفحه؟ 200 صفحه. ماشي، اطبع 200 صفحه واحنا نبقى نقطع براحتنا. طب وضع ليه؟ من عندي جاهز. طب ما تجيب جاهز. الله طالما في جاهز ما تجيب. اتفضل. ايه ده يالا؟ ده منهج تانية اعدادي، الصقر الجريء وكتاب القراءة. نعم. الصقر الجريء. امال فين الاضواء وكراسه الاول والحاجات الحلوه دي؟ اضواء ايه ونيل؟ انت يا مختار، في يا مختار؟ انا هتعب المشوار ده كله عشان الكلام ده؟ ثواني، ما احنا بنفهم. طب يا عم انت مجنون ولا بتستعبط ولا ايه؟ فين الفلوس؟ في فلوس ايه حضرتك؟ حضرتك لو عايز فلوس ما تروح المطبعة المركزية. مركزيه؟ ايه؟ امال احنا فين؟ المطبعة الأمريكية. اميريه؟ انت بتسوقنا يا مختار؟ يا جدعان مسوحكوا ازاي؟ ما احنا طالعين مع بعض من الشارع ودخلت على الGPS والGPS جابنا على هنا، والست حتى بالاماره قالت خذوا المنحدر. يعني انت بقالك 6 شهور قرفنا معاك وساحلنا وعملت لنا انا اللي بخطط وانا اللي بحط الخطه، وتحفظنا في الخطه وتحفظنا في فيلا تشاو، وفي الاخر تجيبنا في مطبعه كتب. يا جدعان مش ذنبي يا جدعان. انت ما طلعتش فيلا تشاو، انت طلعت قله تشاو. يا جماعه ما انا ما المحكش في حياتي. طب ما جاي معاك. يبقى ارجع بالGPS يالا. يا جدعان مش بالطريقه دي. انت شايف انت عملت فينا ايه؟ ايه؟ خليتني لا عارف امشي مع صحابي ولا عارف اسيبك. حبيتك قوي. وأنا كمان. راجل طيب وراجل ابن حلال. ما تقلقش، الحاج سمباري موعده مظبوط، ادام قال جاي يبقى جاي. ده راجل تقي قوي. اهو وصل اهو، شوف الخطوه مليانه طاقه ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. والله ما انتوا قايمين. الله يخليك. ده بقى الحاج سمباري اللي كلمتك عنه، راجل سمعته سبقاه. جايب معاه كام؟ انت جايب معاك كام؟
2000 جنيه 2000 جنيه 2000 جنيه في 170 على 18 يبقى ان شاء الله وبعون الله مكسبك هيبقى 200,000 جنيه مصري فقط لا غير. بالراحه عليه يا حاج، الراجل مش حمل الارقام دي، الراجل بس عايز يعرف الحكايه اكتر عشان يطمن على فلوسه. مقبرة كاملة بمومياواتها بمساخطها بزبائها الأحمر ترجع للملك إتح مؤسس الأسرة ال36. بس انا معلوماتي يعني حسب ما درسنا في تانية اعدادي كانوا 30 اسره بس. لا هو مين يقتح؟ لا افتح مخك معايا بقى. الملك توت عنخ آمون اتجوز سلفة الملكة حتشبسون وخدها بعيالها بعد ما جوزها ما مات يربيهم لها. يبقى أصيل ده ولا مش أصيل؟ أصيل. متربي ولا مش متربي؟ متربي. أسرة دي ولا مش أسرة؟ اسره يا حاج، الراجل بيستفسر بس. قمنا احنا عملنا ايه؟ كشفنا على المقبرة دي بالأشعة الفوق كهرومائية، فقمنا واحنا بنحفر الحفرة جابت مية، خفنا للعيال تستهوى وتشرق وهي ميتة، فقلنا نلحق ونبعت نجيب طلمبة تشفط المية ونحفر ونكمل بقى. مكتوبه لك يا استاذ فتوح. سألنا على الطلمبة دي في الرويعي قالوا لنا خلصت، في ميدان العتبة برضه خلصت، واحد ابن حلال زي كده قال لنا موجودة في الإكلادور بس تمنها 20,000 جنيه، معانا منهم 18 على 2000 جنيه بتوعك نجيب الطلمبة نشفط المية ونكمل حفر ونبيع ونكيشك انت بقى. الله عداك العيب يا حاج سمباري والله. وادي اشتريت يا حاج والفلوس اهي، عد فلوس. لا أعد إيه ده كلام، أنا بعد برضه يا شنواني. الحاج ما بيعرفش يعد. بالبركه كده يعني. كبسه يا معلم. إيه؟ بيقول لك كبسه اجري بسرعه، كبسه اجري اجري. تسلم إيدك، خد لك حتة بقى. يلا يا جماعة 3 2 1 هوا. مشاهدينا الحلوين الأطفال الجمال في كل مكان، أهلا وسهلا وحلقة جديدة من برنامجكم الحبوب العبقري الصغير. أحب أتعرف بأول طفل معانا النهاردة. إزيك يا حبيبي؟ محسوبك سعيد. الشهرة صعصة. انتي بقى اسمك ايه؟ أهلا وسهلا يا سعيد يا حبيبي، منور الدنيا. سعيد، أحب أعرف عندك كام سنة؟ عندي 5 سنين. انتي بقى عندك كام؟ سعيد، أنا شايفة معاك صندوق جميل قوي، كلمنا عن الاختراع الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا عايزه امسي على كل اخواتي واصحابي اللي مطبقين عشان يشوفوا اخوهم سعسع في التلفزيون، بقول لهم الواجب ده مصيره ويترد. ثانيا يعني الاختراع ده انا جمعته من فضلات الخشب اللي احنا مش محتاجينها. أنت اللي مجمعه بالشكل الجميل ده، مظبوط؟ هو بصراحه اختي هي اللي مجمعه الخشب وابوها هو اللي مسماره. يبقى بقى الرسم المبهر اللي على الصندوق ده أنت اللي عامله، أنت بتعرف ترسم؟ صراحه استاذه يعني هو خالي عشان بيحب الرسم جدا هو اللي رسم الرسومات دي. يبقى انت بقى اللي عامل الايد اللي احنا بنمسك بيها الصندوق، برضو شكلها حلو جدا. لا ده دي حكايتها حكايه. كنت بتخانق مع اخويا في المطبخ، ودي اوكر راجل المطبخ خلعتها وانا بتخانق معاه. جوز خالتي بقى هو اللي مثبتها بالشكل ده قبل ما يطلق خالتي بيومين. انت بقى عملت ايه في الصندوق ده؟ لا انا ما عملتش اي حاجه خالص يا استاذه يعني، بس فكرتي ان انا امي مثلا ممكن تبقى نازله السوق تحط فيه خضار، رجعت لا مؤاخذه ما لقيتش المفتاح في الشنطه، تقعد تستنى ابويا عقبال ما يفتح لها عشان هو نومه تقيل حبتين. هل انت حابب تضيف حاجه تانية فيه ليه استخدامات تانية؟ طبعا يا استاذه ده اهم استخدام. ايه بقى هو؟ بطبل عليه. ما تيجي كده نجرب. يعني بيطلع مزيكا؟ بيطلع احب مزيكا. اسمع، دي حاجه مهمه جدا، احب اسمع. طبعا يا استاذ اتفضل. ابطال الجمهوريه عدوا حدود. استاذه ده كلام جميل جدا جدا. طبعا شكرا يا سعيد، انت موهبه فذه وعبقريه. ونروح للطفل الثاني اللي معانا. ممكن اتعرف بيه؟ انا اسمي كريم. عينك كلها ذكاء وعبقريه. احب اعرف عندك كام سنه؟ انا عندي 6 سنين، بس كل اصحابي كده بيقولوا لي ان انا شكلي يدي 8. احب اعرف بقى الجهاز اللي معاك ده عباره عن ايه؟ الاختراع بيشتغل بالكهرباء ومهمته ان هو يشيل التراب من على السجاد، وبعون الله هيغنينا تماما عن المقشه، وكل ده عشان نساعد المساعد وهي بتكنس. قلب اخوك. طيب كريم، انا شايفه ان دي تقريبا مكنسه كهربائيه، انا اقصد ان هي موجوده في كل بيت. ايه بقى الاختراع اللي انت عامله فيها؟ مكنسه؟
انت تسرقوا الاختراع بتاعي، ده انا رايح فيكوا في داهيه. طيب مشاهدينا تعالوا نروح لفاصل قصير جدا جدا ونرجع لكم تاني مع برنامجكم العبقري الصغير. ايه ده؟ ايه اللي انت مهببه ده؟ ايه المنظر اللي انت جايبه لي ده؟ اهدي بس يا انسه قرر، ايه اللي حصل؟ اهدي ايه وزفت ايه؟ مين دول؟ البرنامج يا فندم اسمه العبقري الصغير، ودول لا عبقريه ولا صغيرين، دول يخلفوني. انت هتتنجمي عليا يا استاذه من اول يوم، بعدين مالهم الاطفال؟ ظراف ولطاف وعندهم ما شاء الله افكار للبرنامج حلوه قوي. دول لزاز وظراف، دول بلطجيه. بقول لك يا خال، انا عايز من اللي بتشربه ده. قلت لك 100 مره اقدر اركز في الشغل وما تقولش خلف الشغل يا خالو. قول كده بقى ان انت جايب قرايبك معاك البرنامج عشان تبوظ لي البرنامج بتاعي. يا استاذه كلي عيش. ايه اللي كلي عيش ده؟ انت مجنون، انا عايزه اقدم حاجه هادفه للاطفال. والله هو ده اللي موجود عندنا. عاجب حضرتك على كده اهلا وسهلا، مش عاجبك اتفضلي حضرتك قدمي البرنامج بقى في القناه بتاعتك انت وقولي اللي انت عايزاه، انما هم دول اللي موجودين عندنا. عيب يابا، عيب ان انت تغير الكالون وما ترسينيش على الحوار ده، عيب. انت ايه اتجوزت تاني ولا ايه؟ اتجوزت تاني واتجوز تالت طالما بصحتي. ايه ده؟ ايه يا حاج؟ مين ده؟ مين دي؟ هي دي الليدي كاكا؟ خش جوه يا كاكا. حاضر. نهار اسود يابا، ايه يابا ده؟ مشكلة انت. استنى عندك، هتعمل ايه؟ ايه هذاكر هاكل زي الناس ما بتاكل. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انا ايه؟ انت ايه؟ ايه انا ايه مش فاهم؟ انت ايه؟ ما عندكش نقطة دم من الاحمر اللي بيجري جوه العروق؟ عاوز تاكل اكلنا؟ لما تكون عاوز تاكل يبقى تاكل من عرق جبينك. انا مش الجمعية الخيرية اللي امك سابتها لك قبل ما تموت. وبعدين انت عمر ربنا ما هيكرمك لان انت ماشي في السكة الشمال. لا انت اللي ربنا هيكرمك قوي. ايه يابا بلاش البقين الحمضانين دول، عشان الحموضه بتجيب رطوبه والرطوبه بتجيب هشاشه والهشاشه بتعمل مشاكل في العين. خلاص انت هتوديني التامين الصحي؟ اقعد ادفع. هفتنيني يابا تعبانين. حاضر. هات من ايديك انت. حاضر. اديني انت من ايدك. انا مش همد ايدي. اتفضل كل. ايه ده؟ انت بترمي لي هياكل يابا؟ انت مربي كلب. على العموم انا مش عايز حاجه واغور من وشك ده. ايه ده؟ ايه يا حاج وما مشيش لسه؟ خليك انت بقى مع باكو الشمعدان ده، ربنا ادرى بحكايتك. سلام يابا. ايوه الابتسامه الحلوه. هنضحك سنه بس. ايوه كلام جميل خالص. اتفضلي 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 اتفضلي. نورانا نورانا والله. ثانية واحدة بس عشان فيها تفاصيل كتير هتاخد شوية شغل. نعمل كده. ايوه الله. ها ايه رأيك كده؟ هيقبلوكي في الشغل دلوقتي، ده مش بعيد المدير يعينك السكرتيرة بتاعته. هو ما ينفعش يعني يا اخويا، ما ينفعش تخسسني كده من عند الوسط سيكا. بكنام انت داخله لي شيماء سيف مطلعك سلمى ابو ضيف، هي دي اخر حاجه عندي خلاص خلصت. ازاي بقى؟ ده انا حتى سامعه عنك انك بتعمل اوراق مضروبه وباسبورتات. ايه هو ده؟ صورتي تشتغل معاك حاجه اصلا. الكلام ده كان زمان خلاص، انا شطبت خلاص، انا تبت بقيت حاجه تانية خالص. انا غلطانه اصلا اني جيت لك، يبقى قابلني لو شفتني تاني. مع السلامه، انا عايزه تيجي تستلم الصور كمان يومين. الله 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 الله. مين الجزرايه اللي خارجه دي يابا؟ لا لا مالكش دعوه بقى بالزباين بتوعي. انا اصلا قرفان. مالك يا مختار مقلدم ليه؟ ابوك عملها معاك تاني؟ بس ما تقولش ابوك، ده بيستخسر فيا اللقمه. الله يرحمك ياما، سابتني حته لحمه صفرة لراجل ناطع يبيع ويشتري فيا. معلش وحد الله وحد الله، انت برضو عمر ما ربنا هيكرمك طول ما انت ماشي في البطال ولسه حرامي. وانت عشان تبت من اسبوع هتعمل لي الشيخ مبروك عطيه؟ هات لي حبايه السكر يا ابني. هو انت ابوك ده مش هينتحر ويريحنا من الصداع ده؟ ايه يا اخي انت ما عندكش قلب؟ هعمل بو ايه القلب؟ هعمل بو ايه؟ طب صدق وتؤمن بالله ابوك ده لو بصحته كان داس عليك وزل انفاسك. لا انا بقول حاجه ثانيه خالص. صحابك مش زي بعضها. روق تعالى بس، ده انا لسه منزل حته فيلم اكشن عالمي للبنت جينيفر روبرتسون. تعالى يا راجل، مش دي اللي بتلعب في ليفربول؟ هي ده جابت جونين في الفيلم في الماتش. ماشي تعالى فيلم ايه ده بقى؟ تعالى ادي الفيلم اهو. يا دي النيله جت فصل تاني منور يا مختار. نخش اطمن على ابوك جوه. ها خش ساعه كده وجاي.
ازيك يا دعاء؟ ازيك يا ماما؟ هاي يا روح. ازيك يا بابا عامل ايه؟ اهلا يا حبيبتي. كويس؟ في ايه؟ انت كلمتينا من ساعه وقلت داخله عليكم، ايه في ايه؟ اعمل ايه؟ طب ما انت عارف الهم اللي انا فيه، العربيه عملتها معايا يجي 20 مره. ارميها بقى الزباله دي، خش الجراج نقي لك اي عربيه انت عايزاها، ما تفهميها. معقوله الناني اللي عندنا عندها عربيه احسن منك؟ ماما بابا من فضلكم، انا عربيتي خط احمر، محدش يجيب سيرتها خالص بطريقه وحشه، وبعدين هو انا اشتكيت؟ انا عندي لكم اخبار حلوه. انا ان شاء الله الفتره اللي جايه دي هعربن على عربيه جديده. انا بقى عملت حلقه جديده هتكسر مصر. عيني عليك يا بنتي. هتعقلي امتى بقى؟ هتعقل امتى دي؟ عماله شحطتي نفسك بس بين القنوات الفضائيه المضروبه، وابوكي عنده اكبر قنوات فضائيه في مصر. على فكره بقى بابا ممكن يعمل لك برنامج يكسر الدنيا، تسمعي كلامه. تاني يا ماما، تاني يا بابا، انا مش قلت لكم انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده خالص؟ مش عشان انا بنت مأمون النشار لازم اشتغل في القناه بتاعته، انا عايزه انجح بمجهودي. على فكره انتوا لازم تبقوا فخورين بيا ورافعين راسكم اكتر من كده. ايوه يا حبيبتي، عايزين نبقى فخورين بيكي، وانا هبقى فرحان لما تنجحي، بس تنجحي ازاي دي ماليش دعوه بيها خالص. لا بقى انا يفرق معايا ازاي؟ انا استني بس، اقعدي اسمعيني وبعدين قولي رايك في الاخر. احنا بنفكر في المحطه نعمل برنامج جديد، وانا شايف انك انت انسب مذيعه للبرنامج ده، مش علشان بنتي ولا حاجه، مش علشان بنتي خالص، بس عشان دي لعبتك. برنامج ايه ده بقى يا بابا؟ اكبر برنامج مسابقات للاطفال، ذا جود فاذر. ده برنامج اطفال؟ ايوه يا جماعه قلت لكم ما تضغطوش عليا اكتر من كده، انا هعمل البرنامج بتاعي لوحدي بمجهودي وبنجاحي، ومش عايزه افتح الموضوع ده تاني من فضلكم. خلاص؟ ايه ده؟ بنتك عبيطه. هي البنت دي في دماغها ايه؟ راجل استغلالي، لعف مني ال 300 جنيه اللي حيلتي، كل ده عشان ايه؟ دب حته لحام في الكيسه. خد ادي مكوة اللحام ذات نفسها اهي. ما تزهقليش نفسك بقى وصلح الكمبيوتر بتاعك بلوش. ايه ده يا مختار؟ رجعها يا مختار، انا قلت لك انا تبت بعدت عن سكه الحرام. وال 300 جنيه اللي لهفهم منك كانوا ايه؟ ظلم ده بقى ولا حلال؟ ايه ده يعني دي حلال مش حرام؟ ده حقك يا. ايه بس هو اشتغل بيهم يا مختار. انت مش تبت، موت قلبك بقى. طب ما تقول كده من الاول يا عم. انت راجل تايب دلوقتي خلاص، اعمل ايه؟ حاسب ما حدش يتسلمك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاص يا ابني قطعت قلبي، حرام عليك. ماشي يابا. جبت فلوس منين؟ لقيت عشان عشان المصاري. ايه ده؟ ما تزعلش نفسك، امسك يا حبيبي. ايه ده؟ لا اله الا الله. انت شايف الواد عمال يقلب في الناس اللي رايحه واللي جايه ازاي؟ ولا كانه عامل لهم كارته. حرام عليك يا عم، ده شكله عيل غلبان بجد. اللبن النهارده ب 220 جنيه. ليه لبن بودره يا؟ انا جوزي زهره بقول انت ياض تاني ياض، انت مش هتبطل الحوارات الشمال اللي انت بتعملها دي ياض. طب لا ده رايح عيل صغير. ده عيل صغير؟ ده يا ابن قرود ده لسه مقلبني امبارح ب 20 جنيه في شارع التحرير. هات ياض ال 20 جنيه دي نفس النمره اللي عملها. طب بالهداوه يا باشا، بالهداوه. خد ال 20 جنيه اهي وسيبه، حصل خير ولا حصل اي حاجه. ايه ده؟ انت بتديله 20 جنيه ليه يا؟ ده نصاب، انا حرامي وعارف. هات ياض ال 20 جنيه يا ابرز يا. ايه ده؟ يابا وربنا غصب عني وعلمت تاني يابا. يابا مين يا؟ ابنك يا مختار وسايبه كده؟ ابن مين؟ انت هتستعبط انت كمان. مش سكه الحرام دي، مش كفايه السرقه كمان اغتصاب. اغتصاب امتى يا؟ ما احنا ماشيين مع بعضين ولا؟ انت بتتكلم يا باشا، انت اللي هتيجي اللبن. يابا ايه يا؟ غصب عني بكره نكمل فلوس العمليه وتمنينا بالسلامه. يلا ونكمل فلوس علاجك. يا بطل استعباط ياض. علاج مين يا؟ يا ابن الجنيه. سلامتك بالله يابا. سلامتي من الارض يا ابني، ما تتكسفش، ربنا يشفيك ويخلي لك ابن. يا عم ربنا يشفيك يا عم. خد انت تعبان، ما تبعد يالا بقى من جنبي يا. ايه ده؟ ايه الواد الغلس ده؟ انا مش يا استاذ الناس لبعضيها، خد دول معاك. انا صاحب المحل ده، اي حاجه تحتاجها انا تحت امرك. يخرب بيتك يا ابني. حبيبي يا ابني. ابني اللي مش عارف ابني ازاي. حبيبي يا نفس الشعر فعلا. هو نفس الشعر فعلا. حبيبي يا 850 جنيه في نص ساعة يا ابن الجنية. ده الواحد بيتقطع نفسه وبينط من العمارة لعمارة ما بيطلعش بربع الفلوس دي. صلي على النبي في قلبك يا. انا اقول لك يا انت ما تقولش، احترم نفسك. يا عم انت هطل. هطل ايه يا جاموسه؟ يا عم صغير بقى خلاص. عيل صغير يتكلم عدل يا شفيق. خلاص اهدى بقى اهدى.
هتبص لنا في اكل عيشنا يا عمنا؟ عمنا ايه بس؟ ده انت اللي عمنا يا ده. انا شفت نصابين بعدد شعر راسي ما شفتش كده. الواد ده موهبه فطريه بصحيح، يستاهل الباز الذهبي. ايه ده بقى؟ ما تخلوش يطمع فينا، ما نشوف الحكايه دي. هات الفلوس يوم. خد ال500 ديت حلوه قوي عليك. 500 ايه يالا؟ التمثيليه اللي انا عملتها معاك دي حقها فين؟ حق ايه؟ التمثيليه ديت كانت من تأليفي واخراجي وانت كنت كومبارس. ايوه انت كنت كومبارس. شريف عرفه، انت علامي انت علامه. هتصور معاك صوره حلوه بقى. خلص انت تقعد تعدلي بالفلوس قدامي كده يابا تنرفز. هات يد الفلوس. حاسب ايدك لا توحشك. خد 150 جنيه اهيت حلوين قوي. انت بتباشش من جيب اهلك يلا. انت معاك اكتر من 1000 جنيه يا عم دول حلوين قوي عليك. قوي عليك. المزيكا اللي يضحك عليك. ولا يلا سلام. ولا رايح فين سلام يا حبيبي. مع السلامه يا امك لو شفتك تاني لسفلتك. لعبها سريعا. تلعب يا بني ادم بقى. اديله الكوره. العب يالا. فين اهم مكان الجمهور بيروح الملعب؟ يعني انت مقطع الاستاد قوي. امال ايه؟ كنت اروح الاستاد الجمهور يقول جون انتش التليفون، يقول ايه؟ انتش 100 جنيه. الله اكبر. مش كده الله الحلاوه دي. لا جون حلو. لا ده جون يعني اهو زي كده بالظبط. يا اخي حرام عليك يا اخي، حرام عليك يا اخي. ده راجل غلبان. وبعدين ده التليفون بكشاف هنعمل بيه ايه؟ مش حد غلبان اكتر مني، انا اكتر واحد غلبان. انت اشترك تليفون عادي عشان خاطر رجعت التليفون. يخرب بيت ام ضميرك اللي ما بيصحاش الا جنبي. مش هسرق تاني وانت جنبي. خد ديون. التليفون ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ايه ده يا باشمهندس؟ عدم المؤاخذه التليفون ده كان في ايدك بيعمل ايه؟ لا هو حضرتك لما جيت جون انت قلت ايه؟ هو نتش التليفون وقع منك عادي. انت راجل ابن حلال. ربنا يخليك. وانا فلوسي حلال. اصل التليفون ده ضاع مني 100 مره ورجع. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هدف واحد، حلم واحد، اب واحد في اكبر المسابقات ذا جود فاذر. اشترك الان تقدر تكون افضل اب لتحصل على الجائزه الكبرى. للاشتراك اتصل على الارقام التاليه. ايه العبط اللي بيشتغل في التلفزيون ده؟ اي كلام واي برامج يا شفيق. احسن اب. وفي ابات عدله اليومين دول ما يجوا يشوفوا ابويا. لا لا لا، الاعلان ده بقى بيتعمل في الفندق اللي انا شغال فيه، وفي ابهات مغفلين كتير قوي. انا شغال في الفندق كير سيرفيس. مدير الفندق؟ مدير الفندق ايه؟ عدم المؤاخذه عامل نظافه قد الدنيا. كير سيرفيس. الناس بتيجي في المسابقه عندي في الفندق هناك، يجي 1000 اب، كل واحد بيدفع استماره ب 300 جنيه. شوف بقى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. 1000 في 300 يجي 7 مليون جنيه. 300 في 1000 7 مليون فعلا. وانتوا ما عدتوش على حصه حساب خالص. 1000 في 300 يعني 300 مليون جنيه. انا بروح بقى المكان اللي هم حاجزينه عشان المسابقه دي. ما انا كير سيرفيس، بسرفس المكان. هم يقطعوا الاستمارات وانا اكنسها. الباشمهندس بتاع الحسابات بيجيب شوال يلم فيه الفلوس. الاقي فلوس كتير قوي، بس هو بيديني 20 جنيه. كل واحد مننا بياخد نصيبه. طب وانت ايه يا عمنا؟ ايدك قصيره؟ مش عارف تمد ايدك تنتش لك شويه من الشوال؟ 20 جنيه ايه اللي انت بتاخدهم؟ يعملوا ايه اليومين دول؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عايزني ابقى حرامي؟ انا راضي ربنا بال 20 جنيه. حمد ربنا عليهم. طب ما تاخدني معاك يابا كده يوم الف في المكان شويه، اروح دي وهديك 40 جنيه. اخدك ايه؟ ده فندق امن تفتيش، مين اللي داخل مين اللي خارج. انت ممكن تروح في حالتين، تقطع استماره ب 300 جنيه، يا اما تاخد اوضه في الفندق ب 7000 جنيه او 8000 جنيه. لا بس الحكايه دي مش هتنفع عشان الفندق كومبلكس. يا خساره، كان نفسي احجز اوضه بس الفندق كومبلكس. ازيك يا بومبو؟ افهم افهم كويس. ما تركبش على وداني بقى. اركب على ودانك ايه انت مش فاهمني خالص. يلا فهمني. مصلحه عنب اخش الفندق واوصل للمحاسب، بدل ما ادفع فلوس المسابقه اخد كل الفلوس الناس اللي دافعينها. بس اخش الفندق ازاي؟ فكر معايا. افكر معاك ايه يا عم؟ انت من سكه وانا من سكه. انا مش هرجع لسكه الحرام تاني. خلاص انا تايب. حرام ايه يا؟ انت بتزعل ليه طيب؟ عشان انت مش فاهم حاجه. يعني عيشتنا دي اللي مش حرام؟ افهم، دول 300,000 جنيه يعني هنقب على وش الدنيا. اجيب الشقه وابعد عن ابويا اللي عرفني وانت تجيب الاستوديو اللي بتحلم بيه. وابوك ده يشوف له مقبره يتدفن فيها بدل العذاب اللي هو عايش فيه في الدنيا ده.
المركز الثاني بالنسبة لي كانت مفاجأة. البنت اللي قادرة على التحدي والمواجهة، البنت اللي باعت أكبر مخزون من المناديل الورقية في تاريخ هذه المؤسسة العريقة، عنبة. اتفضلي يا عنبة. هايلة يا عنبة. جايزة عنبة يا أولاد، شهر انترنت كامل و400 ميجا بايت مجانا. عنبة. اتفضلي يا عنبة. اوه برافو، انا نسيت. مع الهدية الخاصة لعنبة علبة حلويات. وطبعا صاحب المركز الأول الأسطورة الإعصار زيكا. أنا مش قادر أقول عليه طفل صغير، لأ، زيكا يضاهي أكبر رجال الأعمال. زيكا دايماً شايف شغله كويس، دايماً عنده تارجت شهري، دايماً بيجيب أفكار مبتكرة عشان يحطم ويعدي هذا التارجت. زيكا ليه هدية كبيرة، هدية استثنائية مش زي أي حد. هدية زيكا وجايزته ماسورة الأحلام. ماسورة الأحلام يعني تكييف، يعني شاشة LCD، يعني بلاي ستيشن، يعني طبق فاكهة كبير كل يوم ولمدة 30 يوم، وهي مدة إقامة زيكا في ماسورة الأحلام. تستاهل يا زيكا. اوه اتفضل. تحب تقول لنا حاجة يا زيكا؟ أنا عايز أشكرك يا كوتش على كل حاجة أنت عملتها معايا، وعايز أشكر كل إخواتي المتسولين، لولاكم ما كنتش واقف الوقفة دي. والله. وشكرا لكل واحد دلني على إشارة فيها خير كتير، وشكرا لكل واحد نبهني إن في حكومة جاية عليا. الله، أخويا العظماء، إنه زيكا. اتفضل يا زيكا، اعتلي ماسورة الأحلام. ريس يا بتاع الفاكهة، والنبي ممكن بس دقيقة من وقتك؟ ازيك يا استاذ، ازاي صحتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. طمنا عليك، عملت العملية ولا لسه؟ عملية ايه؟ العملية الحمد لله نجحت، والدكتور اداني 3 مسامير وشريحة واداني خبط ايديه. الحمد لله. ما شفتش العيل ابني؟ الله، ابنك ايه؟ وتاه منك تاني ولا ايه؟ حاجة زي دي. ما تقلقش، بص اكتب لي نمرتك هنا، سجلها لي، وانا اول ما الاقيها هقعده عندي في المحل واتصل بيك تيجي تاخده على طول. فعلا ولادي الحلال ما سابوش لولادي الحرام حاجه، حقيقي يعني. طب ماشي عدول. يا ريس يا ريس، عن اذنك اشوف الزبون. ده انت ابن حلال قوي. يلا يلا يلا. ليلتكم فل ان شاء الله. صباح الفل على التسول كله. عاملين ايه يا رجاله؟ ما شفتوش عيل اسمه زيكا كده صغير؟ لا يا عم ما نعرفش حد، فكك مننا بقى. طب اتكلم عادل يا زميلي، ده احنا لسه بنجر كلام. ما شفتوش انت يا؟ ايوه يا عم، زيكا ده ابو زوامر، راضيني بقى والنبي. عارف مكانه؟ ماشي مش مشكله. ودي يابا مقضيه ايه، راضي زميلك بقى وانت ولا خد يا دي قتل انت يا ابن الجنيه. بتسيع على حرامي مزوره يا حمار. باشا ايه؟ كنت بدور على ولا زيكا. ايه ده، انت كنت نايم بتحلم بيه ولا ايه؟ تعرفه؟ اعرفه؟ ايه اللي اعرفه؟
ولا غيري مين في الدنيا يقدر يوصل. ايه يا عم حماقي، ده انت ناقص تقول لي ده بكلمه منه بنسى الدنيا كلها، وعشان عيونه مستعد بقى يا يا باشا. تعرفش فين الواد زيكا؟ اعرفها يا باشا، اوديك لحد عنده بس تراضيني. راضيني يا باشا، انا معايا 2 جنيه، اديني 3 جنيه واكمل 7 جنيه يا باشا، راضيني راضيك واوديك. وانا وقعت مع محاسب ولا ايه؟ اراضيك بس لما توصلني. خلاص مقضية يا غالي، شبطني على المكتب. شبط نفسك، يلا يلا يا زميلي. جاهز؟ جاهز. يلا بينا على السفينة، اوعى. بس يا باشا هنا على اليمين. هنا ما تدوسش اكتر من كده، ما ينفعش. يا عم انزل. قول يا. بس يا باشا. فين؟ زيكا النهارده بيأدي خدمته على الناس اللي هناك، هو قاعد اهو. يا ابن الجنية ياض يا بولا، ده انا كنت دايخ عليه. بس راضيني، انا جيت لك على السكه وجبتك لحد عندي. راضيني. اراضيك ازاي يعني؟ راضيني، انا معايا 11 جنيه، ادينا 4 يبقى معايا 40. 11 و44، ده انت شاطر في الحساب قوي. انا اراضيك. حرامي حرامي يا جدعان. سرق البنزين وجاري. خلي اصحابك يراضوك بقى. ليه يا بابا مش بتروح تذاكر في البيت؟ ما ينفعش اذاكر في البيت، بابا بيزعلي وبيضربني لو عارف ان انا لسه بروح المدرسه، وقال لي كمان احرق. ايه ده بيزعلك عشان عايز تذاكر وتتعلم يا بابا؟ اصل هو عايز نركز في الشغل وبعمل نديل كتير عشان ناكل، و4 في 4 في 16 و5 في 4 يا خساره ان انا متقصب خلاص مش عارفه اكمل الواجب كده، انا ممكن اسقط والابله هتذنبني وهتضربني عشان مش باخد درس عندها زي التانيين. استغفر الله العظيم يا رب. بس يا حبيبي بص يا بابا، خد ال 100 جنيه دي تجيب لنفسك كراسه وقلم والباقي تخليه معاك، اوعى تجيب سيره لباباك ولا تديله منها حاجه، سامعني؟ مش كده كتير قوي، ممكن اقول لك يا امي؟ طبعا يا حبيبي، قول لي يا ماما. الله يلا يا زيكا، هات ما تخافش يا. تعالى قوم يا ده، انت مش شايفني؟ هو انت حبيب قلبي، تعالى اخليهم لك معايا عشان ما يوقعوش مني. هو حضرتك تعرفه؟ انا خاله لسه جاي من ليبيا دلوقتي، وانا يا ابني هاخدك اربيك وسط عيالي وتتعلم وتاكل وتشرب. تروح مع خاله، روح البيت، هو هيقعدك مع اولاده وبيخليك تتعلم زي ما انت عايز. بس ايه؟ نقول على اللبن اللي بيقع والدنيا. بس خلاص. ايوه تمام. ربنا يكتر من امثالك، بس خلي بالك عليه. ما احنا تمام. انت كتر خيرك انت. هي حلقة ايه الاخبار؟ جربي كده تاني. اجرب ايه تاني؟ ده انت خربتي العربيه. انا برضو. بالراحه على البنزين سنه عشان ما تشرقش منك. طيب يلا. دارت ها؟ طب الحمد لله. اخيرا شقت لي العربيه دي. تسلم ايدك يا ستي. تريقي والله العظيم انت اللي غاويه شقه يا بنتي، انت في ايدك تركبي اغلى عربيه في مصر. يو بقى الكلام بقول لك ايه، مش عاجباكي عربيتي ما تركبيهاش تاني. انا واحده بشقى وبتعب عشان ابني مستقبلي بنفسي. ادعي لي بس، ادعي لي اتقبل في القناه الرياضيه اللي انا مقدمه فيها دي. هتلاقي نقله تانية خالص. ليه بقى؟ ان شاء الله هتبقي حكم دولي. صدقني انت تافهه، والله ما هتكلم معاكي تاني على احلامي وطموحي. يا بنتي انت اللي مقفله دماغك على الفاضي، انا لو مكانك اروح اشتغل مع انكل مأمون في البرنامج اللي قالك عليه. انت تاني برضو؟ وجو التلزيق بقى والعمال بتوع اللي بيقعدوا يتلزقوا فيا دول. لو سمحتي لسه ما خلصتش كلامي. هو انت اللي محسساني ان انت امينه مكتبه ورايحه تبقي مذيعه؟ ما دي شغلانتك وانت بتحبيها وشاطره فيها. بجد يا حلا يعني انا شاطره؟ ايوه. يعني يجي مني يعني تحسي ان انا هبقى مذيعه شاطره؟ ايوه، بس فيكي حاجه واحده فاشله. ايه؟ عربيتك. كمبوشه. وبعدها لك يا عم، انت طلع في كل شغلانه، انت طلعت لي منين؟ انا نزلت لك من السما عشان ادلعك وابسطك. وده تسحن يجي من وراها خير. هطلعك طلعه هتاكل من وراها الكنافه. انا مش بطلع مع حد، انا بشتغل مع الكوتش، وهو حاطط نظام في المعسكر ما ينفعش حد يمشي براه. والطلعه دي مش هتاثر على تمرينك في حاجه. وبعدين مين اللي هيقول لحسام البدري؟ حسام البدري ايه؟ ده الكوتش اللي مربينا، هو اللي مشغل معسكر العيال المتسوله كلهم. الكتعه بتاعتكم يعني. ومفخمها ليه؟ والكوتش ومش الكوتش ده بيسرح عيال امنا الغلا يعني. ما تغلطش فيه. خلصانه يا عم. الطلعه دي سريه محدش هيعلم بيها الا انا وانت. تمام يابا؟ نخلص المصلحه، اراضيك وتراضيني وخالتي وخالتك وتفرقوا الخلالات. يفتح الله يا عم، بس انت حرامي
وانا ما بسرقش. ما انت مش هتسرق، انا اللي هسرق. انت هيلا هتعمل ايه ابني؟ ساعتين زمن وتقفش 5 بواكي. 5 بواكي؟ حبيبتي اللي ما بسانا، انت انا بيع الدنيا عشان خلاص يا ما تزيطش، لما يبقوا معاك ال5 بواكي يبقى زيط. دي فيها ترقية والواحد هيغير الماسورة والزهر يلعب ماسورة ايه يا؟ هو انتوا المجاري طافحة عندكم؟ انا راشق في الطلعة دي. اعتبر العربون معاك. لا ما اعتبرش. ده انت صايع صياعة يا، انا عمري ما شفت كده. ها خد. ماشي، استنى ثانية الا ثانية. ما تعوقش. استنى بس ثانية الا ثانية. ايه ده يا حبيبي؟ بقول لك ايه يا بت عنبة، انا عايزك تعملي داري النهارده عشان انا طالع مصلحة وما ينفعش الكوتش ياخد خبر. يا اسطى بلاش تلعب بالنار، ده الكوتش. يعني هو الكوتش بينور؟ بينور وهياخد باله انك مش موجود، ده عنده فرخة بتبيض. طب بقول لك ايه، استني، راحت فين؟ خد اهي. الله بحبها قوي. يا بنت هينامك من الحب جالك، بس اسمعيني كويس ونفذي اللي انا اقول لك عليه بالصندوق. اتفقنا، خلي بالك من نفسك. سلام. ايوه هو. حيلك صح. اقفز يا. يا لهوي. خلصت المصلحة؟ امشي. ايوه يلا. يا سمباري افتح الباب، ايدي مش فاضية. ايدي مش فاضية، وانت من امتى يا اختي كنت فاضية جاتك البلد؟ طيب الله الله الله، ايه يا جدع انت وهو ده؟ فين فلوس يا سمباري؟ ايه الدخلة الاكشن اللي انت عاملها دي يا اشرف؟ لا، ما انا مش عايل قفايا بعملها على روحي عشان تجيني على قفايا واسكت. فين ال 6000 باكو اللي انت ماضيلي بيهم على سطح معنا؟ عيب، انا راجل كبير وقد كلمتي، فلوسك هتاخدها يعني هتاخدها، وبعدين خد الدنابل اللي انت جايبها دي وتوكل على الله، ما تخلينيش اتعصب. لا، الدنابل دي مش هتمشي لما اخد فلوس يا سمباري. يا لهوي، ايه اللي بيحصل؟ ما تقلقيش، ما تخافيش يا حبيبتي، دي حصة الجيم، بس هو بيفك لي عضلة الزن. كفايه كده ولا ايه؟ لا كفايه كفايه. هجيلك بكره تحضر لي الفلوس. حاضر حاضر. هو بيج رامي بيعمل هنا ايه يابا؟ بيعمل ايه بيج رامي؟ سلامتك يا روح قلبي. انا يا اختي. انت يابا ما فيش فايده منك، هو انا كل لما اجي الاقيك مضروب علقه؟ يا اخويا وريني في حولتك وتصرف انت. مع مين يابا؟ انت مش شايف العيال اجسامها عامله ازاي؟ ده العيال اجسامها قد كده. خلاص يبقى اتنقطنا مسكاتك واخرج. على العموم يعني انا كنت جاي استقضي حاجه من الاوضه وماشي، اعملوا له بقى كمادات انعيه في الفريزر يمكن يخف. الف سلامه يا روح قلبي. ان شاء الله. لا هي الناس بتعمل في بعضها كده ليه؟ الناس بتاكل في بعضها علشان خاطر الفلوس. ملعون ابوك يا دنيا، حوجة السؤال قتال. يا رب يا رب، انا مركزي الاجتماعي كبير والنبي ما تبهدلني اكتر من كده. لا عاش ولا كان اللي يذل حبيبي. استنى. هستنى كتير. كام دول؟ 3000 جنيه. انت الطرش في وداني كوليه ولا ايه؟ انت مش سامعاه عمال يقول 6000 جنيه؟ ولا يهمك، استنى. 6000 جنيه خدهم. انا هاخدهم بس بشرط، اول ما ابيع شويلة البلح هرجعهم لك تاني، يا كده يا هفضل انضرب بقى على طول. تعدمني وحياتي عندك، لو بتحبني خدهم. خلاص انا هاخدهم منك واروح القهوه ارجع الحق لاصحابه. اسندينا عشان اروح ارجع الحق لاصحابه. ما تهوقش عليا يا حبيبي. يا سلامتك يا روح قلبي. سلامتك. تتدهي في اليوم اللي اتجوزتك فيه وانا نكد.
ايه ده؟ فين الفلوس؟ انتوا عاملين لي عمل؟ ايه الورقة دي؟ ايه الورقة دي؟ حظ اوفر المرة القادمة؟ يابا! يابا! ايه ده؟ يابا! سمباري فين يا مرات ابويا؟ نزل يا حبيبي يدي الناس حقوقها ويرجع على طول. وهو جاب حقوقها دي منين؟ انا اديت له الفلوس عشان يخلص نفسه، امال هسيبه ينضرب كل شويه؟ ايه ده؟ هو نزل؟ صحيح، ده فعلا ده كلمني في التليفون وقال لي انت فين؟ ده انا مدعوك ضرب تحت والناس ملمومه عليه تحت فعلا. كارثه، في كارثه في الشارع. ويضربوه ليه؟ ما هو خد ال6000 عشان يسكتهم. لا، ما هم ما طلعوش 6، طلعوا 10. يا لهوي يا لهوي، فعلا ومدعوك ضرب تحت. وانا بصي، انا ممكن انزل اخرط نفسي عليه، ابيع كيلويت، ابيع كبديت، ابيع في الشتاء، ابيع كرشيتي، انما ما اسيبوش يتضرب. طب ايه؟ طب بص، انا هحلها. انا هديك فلوس عشان تنزلها له ونخلص الموضوع. استنى. هستنى كتير؟ 4000 جنيه. معلش بس عشان ما اعرفش كانوا فين بس. معلش. اديهم له. انت فيك الخير والله يا مرات ابويا، وجميلك ده في قلبي مش هنساه، ولو عوزتي كليتي التانية موجودة. خدي يلا، دول حاجة بسيطة. ايه دول؟ لا، سويه وانت تعرفي. امسك يا حبيبي، امسك دول. لا لا لا، انا مش عايز فلوس. انا ان شاء الله ربنا يقدرني واشتغل واسد الاقساط اللي عليها. انا مش هسيب امي تتحبس. يا ابني تشتغل ايه؟ انت لسه صغير. امسك دول يعينوك على الهم اللي انت فيه. واشتكر يا عم وربنا يجازيك خير ويرزقك بنت الحلال ويخلي لك ولادك وربنا يكرمك شكرا يا حبيبي. وبحبك. شكرا يا حبيبي، شكرا. انت ياض ايه؟ مش قادر تمسك نفسك من الحوارات شوية؟ شحاتة شحاتة شحاتة. ياض افهم يا هات الفلوس. هات ايه دول بتوعي؟ هتخلينا اتشكل معاك يا عم سيبه. يا عم سيبه. افهم، انا هراضيه. انا فلوس دي على الفلوس اللي انا جبتها هننزل نجيب هدمتين عشان نقضي المصلحة بدل الهلاهيل اللي احنا لابسينها دي. اتكلم عن روحك بس الاول. روحي ايه؟ خارج مع غدا عادل يا يعني هو انت كده امور؟ تعال اقعد اقعد. ايه ده؟ ايه ده؟ قوم اقف. ايه رايك يا؟ سرس على الاخر. سرس على الاخر؟ خليك انت في الكلب اللي انت لابسه ده. على الاقل كلب مش سرس. بس كلب، وكلب على الاخر. طب ايه رايك في الحته دي؟ مش وحش قوي. لا مش انا، اللبس ايه رايك فيه؟ لا اللبس بصراحه زباله. زباله؟ لا انت اللي لبسك حلو، بتاع سعاد حسني اللي انت لابسه ده يا. يعني مش زباله زي اللي انت لابسه. هي الحته دي ايه رايك؟ قرف. انا لو خارج مع امي مش هتعترض كتير كده. لا مفيش حاجه لايقه عليك خالص. يا عم انت يعني اللي لايقه عليك. بس انا هلبس ده على ده. تلبس ده على ده ايه؟ ما لازم تخش تقيسهم الاول عشان تشوفهم لايقين عليك ولا لا. لا انا مش عامل زيك واقعد اقيس وكده، لا انا عارف الالوان اللي انا بلبسها. الازرق زي ليلتك. والله ما في ازرق من ليلتك انت يا عم ماشي، انا اروح اخلص. انا هتخلص ايه يا عم روح. ماشي يا عم هاني يا بحيري. نورتينا يا فندم. ابن الحصاله اسم الوحش. مخ يا مختار. ايه؟ انا عايز من البتاع ده. خلاص بقى انت هتتعب لي قلبي بقى معاك ولا ايه؟ يا عم عايز اجيب ارواح. ارواح احنا في التراب؟ بعدين ده اسمه ملبس، انضف بقى. عايز اجيبه وخلاص. خلاص يا عم هنشوف. معلش يا سماحة. ايوه عايزين بس وحدايتين من البتاع. والله يا فندم هي بالوزن. يا عم هات وحدايتين هناخدهم ونمشي، مش هنقف يعني. هي بالوزن والله يا فندم، انا اسف. طب اوزن لنا مش مشكلة، هات لنا ربع. ماشي بس هات لنا بقى من اللي ايه؟ من اللي تحت الحلو ده. مش من على الوش البايظ. المسكر. من اللي ايه؟ من العسل. ايوه ماشي. اللي ايه اللي تحت؟ هيجيب لك هو، خلاص ما تمدش ايدك انت. من اللي تحت ها؟ ده منين؟ من اللي تحت. ايوه خد يلا. انا ما اشوف. حلو من الاصلي. حبيبي الله يخليك. 170 يا فندم. ايه؟ ايه؟
ده ايه ده رقم فيه جايزه في المكان يعني لا. ولا بتنادي زي البنك 170 فجأة حاسب؟ هو ب 170 الربع ب 170. 170 ايه؟ 170 جنيه. ليه؟ ايه وبقى ايه اللي ب 170 يا عم؟ اذا كان كيلو اللحمه ب 120. ايوه ده انا اجيب له 100 كيس سكر يسفهم زي الحصان لما يجي له غيبوبه يموت. 170 ايه يا عم انت مجنون ولا ايه؟ هات يا عم. طب هدول حته اصبر بس بعدين. حته والنبي. شكرا احنا حقك طب علينا. احنا غلطانين. حتة احنا يا عم ما هنسف من الشارع بره. طب يلا. سنتوفه. يلا معلش هنجيب من بره. خلاص بقى يا عم. خلاص مش هنجيب عايز من بره منك بقى. طيب. مش عايز حاجه منك بقى يا عم. يا ما هو ب 170 ما انت على ايديك. يلا خلاص يا عم هات الكيس. 170 ليه يا عم 170؟ اديني بقى مصاصه بالباقي والنبي عليها. المصاصه ب 80 جنيه. ليه يا عم افضل الحس فيها طول عمري؟ لا هي ب 80. هي دقيقتين وبتخلص. 80 ليه؟ تمام معلش بقى. لا ده انا بشوف هنا العجب. انا اول مره اجي مول ولا ايه؟ مشتكرين يا اول واجب. اي خدمه كلها بقى كلها بس سيب لي الحمراء والزرقاء والصفرا دي والبيضه بس خصيني. اسيب لك الكيس كله بقى. اتفرج معاك يا مستر مأمون، في واحدة بره اسمها كوكي عايزة تقابل حضرتك ضروري. مين دي اللي جايه من غير ميعاد؟ مش عايزة. طب دخليها بسرعه ولو طولت معايا ادخلي خلصيني منها. ها؟ اتفضلي. كارلا عامه في نفسك كده ليه؟ معلش يا بابا عشان بس انا جايه قدام الموظفين بتوعك دول وهم ملزقين جدا ما بيصدقوا يشوفوني يقعدوا يتلزقوا لي. حاجه غريبه جدا. اول مره اشوف بنت تستعر من نجاح ابوها. يا بابا مش كده الموضوع، مش وقته. انا بصراحه كنت عايزاك في موضوع تاني خالص. ايه هو؟ انا اخيرا وافقت ان انا اقدم برنامج ذا جاد فاذر. ربنا يهديك يا حبيبتي اهو كده. بس انا بصراحه عندي شرط واحد. ايه هو؟ انا مش عايزه الناس تعرف ان انا ليا علاقه بيك خالص، يعني ولا كاني بنتك ولا كانك تعرفني، وعايزه اسمي ينزل على التتر باسم كارلا بس. ايوه هو شيء صعب بالنسبه لي. انا كان نفسي اشوف اسمي منور كده جنب اسمك. يا بابا انت هتتواضع، يعني الهلومه دي كلها بتاعتك يعني جت على اسمي عشان خاطري، ممكن؟ اوكي انا موافق يا كابتن. بجد؟ ربنا يخليك ليا يا بابا. لا استني انت فاهمه ايه؟ ده انت مش فاهمه حاجه. ده انا من اكبر المعجبين بمستر مأمون بصراحه، هو اكتر حد بيدعمني في حياتي. عن اذن حضرتك بقى اشوفك قريب. اتفضل. بس يالا انت خروجتك زفت. بس يا بتقولش يالا يا عم مش هخرج معاك تاني. يا ابني يعني انت اللي خروجتك حلوه. يا عم روح. بس اسكت يا اسكت يا شويه بقى. يا عم اسكت. اهو ولا ركز معايا سيبك من العبط ده. اهو عايزك بقى تلبسه وتصوره لي صوره كده حلوه 6 في 8. عايزه يطلع ايه؟ مصطفى قمر من عنده. البسه ايه ده بالهباب اللي هو فيه ده؟ انت تاكل اللبس. خلاص خش حميه حمايه 6 في 8 كده يطلع من عندك قمر. لملي بقى ده كله بتوكه كده. احميه بقى على اساس ان انا امه مش فاضي انا للكلام ده. انا عندي الكمبيوتر عملها تاني سيبنا نصلحه. يا عم ما انا ماشي معاه من الصبح عمال الف بيه بالمولات واجيب له لبس واجيب له هدوم وما اعترضتش. يا عم دي قصتك انت ما تشركنيش فيها. هو انت مش عايز ابوك يخف؟ عايز يفضل يفضل. تقعدوا تحرقوا فالك. انا كده اصلا مش هستحمى. انا لو استحميت هطفي. الطفل ياض انت ولعه. يا عم انت هو الميه بتلبش جتتي. تلبش جتتك ايه ياض؟ هو انت فيك حاجه تتلبش؟ مش هيدخلوك الفندق بمنظرك ده. يلا انا الحمام. مش هيحصل. يلا يا ده هتستحمى. يلا وربنا ما نستحمى. يلا انت عدو النظافه. يلا الميه مش ولا هحدف البرواز في وشك هتموت والله. هتضيع من تعالى طب هاخدك صوره. هاخدك صوره. امسك وحياة امك لا مش هستحمى. هتستحمى. مش هستحمى. تعالى اسمع الكلام. يلا ولا بكتيريا يا معفن.
شايف شكلك بقى ابن ناس ازاي؟ الناس هتغلط هنغلط، حاسب بس على 3. يا عم بلاش تجرحه بقى، شكل ابن الناس دي بتجرحه. بقول لك ايه، ده انا جوه مطلع من راسه اسطول امل. طيب سيبك انت من دماغه المعفنه وخليك انت في دماغك النضيفه. صلح لنا الجهاز ده عشان نقضي المصلحه. اديني شغال اهو بصلح الكمبيوتر وعامل لك الورق كله. ده شكله حمار ولا بيفهم في حاجه اصلا. المهم بقى بعد كده جبنا الرامات حطيناها كده، فاهم؟ كل حاجه بقت شغل، كل حاجه بقت زي الفل. يخرب بيتك، ده انت دماغك معفنه. قعدت تنبر فيها اهو الجهاز كله ولع والبورده اتحرقت. كل ده بسبب المكوه اللي انت جبتها وسرقتها. ربنا مش مبارك لنا، ربنا مش مبارك لنا. قلت لك من الاول انا تايب، الشغلانه دي خلصت مالناش فيها. الله يخرب بيتك يا شفشه، انت عملت ايه؟ بوظت لنا المصلحه. بقول لك ايه، انا سيبك انت من الكيسه الخربانه دي، خلي بالك من الواد. هنزل انا استقضلك جهاز، تمام؟ خلي بالك. ابعد يا على الكمبيوتر يا. ابعد انت كمان. اقعد يا. بقول لك ايه، هتجنن عليك. فين؟ ما تظبط يا. اظبط انت الاول بجهازك الخربان ده. دي ايه دي؟ دي ولا هيبقى فيها دبدوب حتى دي. هي دي عليها العيب. بسم الله. خد يالا ولا حرام يالا. ايه عايز ايه؟ عايز ايه؟ بتنادي ليه؟ عايز ايه؟ انا مش متوقع انك هتقف. اديني وقفت. عايز ايه؟ انا عايز اللابتوب بتاعي. هي العربيه المرسيدس دي بتاعتك؟ دي بتاعتي. يبقى اللي كان بتاعك ما دام في ايدي يبقى بقى بتاع انا. طب هقول لك على حاجه، هات اللابتوب وانا هراضيك. حلو كده؟ خلص فاهم موس بقي. لو تفسه في وشك ده هيتقطع. ايه القرف انا اساسا بقي متقطع دم من جوه، هموت والله. طيب يرضيك؟ اكيد يرضيني اكيد. يلا عشان ولا يلا خلاص ماشي. يلا مش طب اكتب الدود في العمود والعمود مردود. هو اللي الدود في العمود والعمود مردود ما ينفعش يا ابني، لازم ارقام. 9. هو اللي ما ينفعش، لازم 8 ارقام. 8 يبقى 8 يا عم، لازم 8 ورا بعض. يبقى من 1 ل 8. ما اكيد يعني صاحبه مش غبي كده هيعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 يفتح. اكيد لا. ايه ده فتح. امال انت فاهم ايه؟ يابا الناس دي وقتها من دهب، مش هيضيعوه في رقم يقعدوا يدوروا عليه. راضيني بقى وخلصت المصلحه دي. اكشن. لو سمحت يا عمو، انا بقالي يومين ما اكلتش، امي راقده في السرير وابويا في السجن، مفيش حد يجيب لك لا ليا ولا لاخواتي. ستوب. ليه كده يا أوسة؟ فين الاي كونتاكت؟ انا مش هسيبك الا لما تطلع كل اللي في جيوبه. بس ده تمثال يا كوتش. هو تفر انت بصدق احساسك هتخلي الصنم يتحرك ويديك كل اللي في جيوبه. يلا يا أوسة. يعني اعمل ايه؟ حيوان. انزل اندهولي زيكا يوريله. زيكا ما حضرش الدرس يا كوتش. ايه المفاجأة دي؟ ده زيكا تعبان يا كوتش، عنده شويه برد وما طلعش من الماسوره النهارده. لا، ألف سلام عليه. نسيبه يروح ويرجع لنا بإبداعاته وابتكاراته. يا نهار ابيض، ده الواحد ما شافش التكنولوجيا يا جدعان. اللابتوب اسرع من الفيراري. خد يا سيدي. ايه؟ ادي شهاده الميلاد اللي تثبت ان الواد ده ابنك. وريني. ودي البطاقه اللي انت هتدخل بيها. طب وايه لازمتها البطاقه؟ ما انا معايا البطاقه بتاعتي ومعليش قواضي. مفيش بس غير قواضي النفقات اللي عليا اللي انت عارفها دي. نفقات يا ابني وانت اتجوزت؟ هتحور، ما انت كمان عليك قواضي نفقات. يا ابني انت عبيط، يا ابني انت عبيط. انت كده بتسلم نفسك. ما هو لما الفلوس تتسرق هيبقى في تحقيق بقى وسين وجيم. بتسلم نفسك يا مختار. يخرب بيت دماغك يا عبقري. امال انت فاكر ايه؟ عبد حفيظ 25 شارع محمد عبد سميع، مدرس تاريخ. انت عاملني مدرس تاريخ يا شفيق؟ بقى دي منظر سحنة مدرس تاريخ. لا، ما احنا هنعمل شويه تغييرات في وشك كده. وبعدين في حاجه مهمه، احنا لازم نشتغل شويه على طريقه كلامك وصوتك الكربانجي علشان تبقى بتعرف تتكلم كمدرس تاريخ. لا انت صوتك اللي حلو ده، انت صوتك محتاج تخش جوه الاسكانر ده عشان تطلع بني ادم.
والنهارده زي ما انتم شايفين اخر ايام التقديم لبرنامج ذا جود فازر، اكبر برنامج مسابقات في مصر بيدي جوائزه لافضل اب. الاب اللي ما حدش فكر يعمل له عيد مخصوص لنفسه ولا حتى اغنيه، باستثناء اغنيه ابو الفصاد. الاب مش سبونسر يا اخوانا للبيت ولا فزاعه للعيال وقت لما امهم ما تبقاش عارفه تعمل معاهم ايه. من خلال برنامجنا هنثبت لكم برنامج احسن اب. ان كانت الام فعلا مدرسه فالاب ناظر المدرسه. عدد هائل من الاباء متقدمين وكلهم نفسهم في حلم واحد، الحصول على جائزه ذا جود فازر. من خلال برنامجنا هنقول لكم مين اللي هيحصل على جائزه ذا جود فازر. خليكم معانا. عبد الحفيظ عوض الغرباوي، مهندس تاريخ. طيب حضرتك هتاخد رقم وتستنى هنا. لا مش فاهم. يعني حضرتك هتاخد رقم وتستنى هنا برضو؟ ايه يابا العالم العبيطه دي كلها؟ كل دول جايين المسابقه دي؟ يا عم واحنا مالنا بالناس، احنا جايين نقضي مصلحتنا ونتراضى ونهبق من هنا. طب هقلب رزقنا. انت ايه يالا؟ مدمن شحاته؟ خلاص بتهرش مش قادر، اصبر شويه. حاسب ايدك لا توحش. وطي صوتك احنا قدام الناس. يا عم حاسب. يلا احترم نفسك يا. اهدى اهدى يا ابني اهدى. لو سمحت ما عندكش اي فكره عن اسئله هتتسال جوه؟ والله يا استاذ احنا ما عندناش فكره عن اي حاجه اصلا. اصل انا خايف جدا ومتوتر قوي، مش عارف اعمل ايه، خايف اخش قدام اللجنه واعك الدنيا كده. الادرينالين لو اتفرز جوايا بزياده اللجنه ممكن تشمني. وهي اللجنه هتشم النفتالين ازاي يعني؟ بقول لك الادرينالين هرمون الخوف اللي بتشمه الكلاب. لا انت متوتر قوي يا استاذ حماده. يا استاذ حمامه، خد ابنك وروح وفكك من المسابقه دي. اخد ابني وايه؟ واتكل على الله. اتكل على الله؟ انا قتيل المسابقه دي، استحاله اروح ابدا. انا لازم اكسب وابقى جود فازر عشان اثبت لطليقتي ان انا عرفت اربي بودي ابني لوحدي ومن غيرها. لا 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 انت عموما عمرك ما هتعرف تثبت لطليقتك ان انت كويس، كده كده هتشوفك زباله، فريح نفسك واحمد ربنا ان ابوي معاك. انت شكلك كده بتهزر وقلبي ارتاح لك، عشان كده يعني استاذنك ينفع اسيب معاك فيتو لحد ما اخش المسابقه واطلع؟ والله احنا معناش حاجه نحط فيها الفينو، خليه معاك عشان ما ينشفش. فينو ايه؟ بقول لك فيتو ده القط بتاعي، اصل انا دكتور بيطري وبعالجه بطريقه خاصه بيا عشان اعالجه من الاكتئاب. اصل بطل ينام وخالص ما بيردش عليا خالص. بص الراجل ده مجنون ولا ايه؟ يا جدعان انتوا هتقعدوا ترغوا كتير يا عم، اتكل على الله. طريقك اخضر يا عم، خلصنا بكلابك وقططك بصداعك. ايه يا ولد انت بتتكلم كده ازاي؟ يا عم ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كاتش معلش. ايه ده؟ ايه ده؟ صعبان. ايه ده يا مدثر؟ ايه ده؟ انت بتنسى ان انت مدثر وكده غلط، افهم احنا هنا مش بره. وانا اعمل لك ايه يعني؟ بقول لك ايه؟ اصحابي وصحباتي هنا ومحلك سر. ها يلا ها. يا الحان يا الحان، قلت لك 100 مره يا حبيبتي اصحابي وصحباتي نقولها من العالي، انت بتنادي عليهم علشان يسمعوكي. هنا ومحلك سر بقى وطي، ده سر مش عايزين حد يسمعه. اللهم صل على الحبيب. تسلم جناتك يا اخي. مش قلت لك الحيطان ليها ودان؟ شكرا ميرسي. ربنا يحرسها لك يا اخي. ما خلاص قلنا شكرا، احنا هنقولها 100 مره ولا ايه بعد اذنك؟ بقول لك ايه، اتفضل. ايه ده؟ ايه دول؟ لا يا استاذ احنا بنقدم فن للفن، وبعدين يعني احنا مش جايين علشان نلم نقطه. يلا بينا يا الحان. يا عم تعالى اقعد. نكته ايه؟ وانا بتفرج على كيتي؟ دول 3000 جنيه، تاخد بنتك اللي شبه غادة رجب دي وتخلعوا من هناك. 3000 جنيه؟ لا يا استاذ شكرا، احنا ما بنقبلش رشوه. وبعدين يعني الموسيقى دي غذاء الروح، واحنا الحمد لله واكلين وشبعانين. انت مش واكله يا الحان؟ يا سلام يا بابا. بقول لك ايه، اسكتي خالص. بصراحه يا استاذ 3000 جنيه يعني مبلغ قليل قوي وثمن رخيص تشترينا بيه. انا اخري 5000 جنيه، وبعدين تجيب لك كونترباس جديد تشتغل عليه بدل القديم اللي في يدك دي. كونترباس؟ احنا ايه؟ ما فيش؟ احنا اسفين يا استاذ، احنا مش هنقدر نقبل العرض بتاعك. الفن ده قيمته كبيره قوي. يلا بينا الحان، تعالي نروح نعزف في حته تانية بعد اذنك. يا صفاء راحت فين؟ I can't believe it. احنا شكلنا كده هنتأخر يا آسف.
ابعت ايميل للمكتب بتاعي قول لهم ياجلوا الميتنج اللي جاي. بابي، سهم الاسمنت طلع، كسبت $200,000. برافو يا اسر، بس الاهم بقى هتعمل ايه بالفلوس دي؟ انا هشتري بيهم كهرباء. كهرباء؟ بس ده لعيب، انت كده لازم تشتري التيم كله. بابي، هشتري اسهم في شركه كهرباء. الشركه، اوكي. بقول لك ايه، عندك بادجي؟ بابي، لا بادجي عندك بادجي على البتاع ده. يا عم سيبني. ده معلش، احنا اسفين يا باشا، احنا اسفين. تعالى يا ابني هنا، اهدى يا ابني. استنى بس يجيبوا اخرهم، ده انا هطلع ايه؟ اوه ماي جاد يا اسر. شايف يا اسر العيله الفالجر دي؟ الله يخليك يا باشا، يكرم اصلك. احنا يعني مش لدرجه فالجر، احنا اقل من كده بكتير. احنا اسفين، حقك علينا نستأذن. تعال. لا 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 لا، دي هتبقى اكسبيرينس خطيره. اشتري لنا اي حاجه. أنا هنا رئيسة اللجنة اللي بقيم المتسابقين، وأنا لا أقبل بالفساد. توفيق تخصص دراما كوميديا تلاقي تراجيديا برضه تلاقي. بس يا أستاذ نهدى شوية، مش وقت. انت كويس؟ الحمد لله. هو كويس زي القرد. اوكي. وانا اللي هحللك واهلك، لانه بالاضافه لان الانسان ده كائن حي، فالطفل ده برعم. ايه ده؟ طفل؟ برعم بينمو. بعد الطفل دي ما تتكلميش ولا نص كده. اوكي. اهلا وسهلا بيكم في الاختبارات. نحب نتعرف عليكم. انا الكابتن طاهر اسماعيل، وده ابني زيد. سميته زيد عشان يتقال لي في الشارع كابتن طاهر ابو زيد وكده. ولعلمكم انا فضلت خاطب والدته 5 سنين عشان برضو وانا ماشي في الشارع يقولوا لي الخطيب راح الخطيب جه كده يعني. هو كلام واضح بس المعنى مش مفهوم يعني. حاساه متخلف؟ الواد ولا ابوه؟ الاثنين. طيب نحب نعرف ايه اللي خلاكم تقدموا في البرنامج عندنا؟ احنا قدمنا في البرنامج عندكم عشان اللي انتوا شايفينه ده هيبقى نجم منتخب مصر، وهو ده اللي هيوصلنا كاس العالم سنة 2034 ان شاء الله. زيد قول لي ايه هو حلمك؟ بحلم اكون مو صلاح التاني، احترف في اكبر انديه العالم كله. الولد في حاجه في بقه مش مشاكل في النمو. زيد يا حبيبي قول لي بقى ايه المهارات اللي انت اتعلمتها من بابا؟ علمنا شوط بوش رجلي الخارجي، والداخلي، علمني الغمزه واللمزه وكمان التشميسه، والحطه والنطه بتاع الكابتن مدحت شلبي. والحمد لله لما بنزل العب مع صحابي على الارض بكسبها. استاذنكم تشوفوا حاجه كده من حاجات الواد ابني، شويه تنطيط على شويه شعبانيات والدنيا دي. طبعا يا ريت، اتفضل وريني. يلا حصوه في عينك يا اللي ما تصلي على النبي. هوبا الصلاه والسلام. يلا 1 2 3 حطي جول برنس يا زيزو حبيب قلبي البيت. طيب اتفضلوا استنونا بره دلوقتي، اتفضلوا. ماشي يلا يا زيزو. يلا يا بابا. يلا حبيبي، ده اللجنه محتاجه لجنه. انا يا بابا. فضحتنا يا ابني، فضحتنا. تعال نطلع بره. ايه رايكم يا جماعه؟ يا رأفت عندي شغل، انت بس يعني طلع الفرخه تفك وانا هخلص الاختبارات واجي على طول. انتوا رابطينها ليه؟ لا مجمده. اوكي. طب مع السلامه. انا اسفه جدا يا مدام علا. انسه بجد؟ لا لينا قعده طويله مع بعض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بقول لك ايه يا واد عمي؟ ايه ولدك ده؟ يا نهار اسود، هو كشفنا من اول لحظه. كمل بس. معلش يا عمنا والله العظيم انا ما قصدي، بس انا ما تقولش لحد انا راجل غلبان. بقول لك ايه، لا تقول لي ولا اقول لك، قطمه احسن من لحم. اتفضل. ايه دول؟ 3000 جنيه عرقت. ليه عملنا ايه؟ مالناش حاجه يا باشا. تاخد ولدك الجان الامور ده وتتكل على الله من المسابقه. المسابقه دي بتاعت انا وبنتي. فهمت. لا اذا كان كده بقى يا باشا يبقى نقضيها بقى صح. راضيني اخلع، مش هاخد 3. تاخد كام؟ 50,000 جنيه. بقول لك ايه، انا اخري 5000 جنيه. هو 50 باكو. 5000 جنيه والضرايب عليك. لا يبقى يفتح الله. الرقم بتاعنا جنيه. معلش بقى يا باشا، كان بودي والله هساعدك، بس قطمه احسن من لحته. السلام عليكم. دورنا جاي. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ عبد الحفيظ. اهلا وسهلا. بص احنا هنستريح وهنخلص الاستمارات دي هنمضيها كلها، هبقى عايزه بس منك 300 جنيه. ولو عايزه اكتر رقبتي. شوف اتفضل. ايه ده يا ابني؟ عجباني من زمان وانا صغير يا ايه اللي عجباك؟ من زمان ايه اللي عجباك؟ الكوبايه ام ودني دي طول عمري بشوف. الكوبايه ام ودني اسمها ماما. مش مهم اسمها، المهم ان هي عجباني. معلش قلم يا بنتي بعد اذنك. اتفضل. اتفضلي. فلوس.
ماشي ميرسي قوي. بص بيعملوا الفلوس فين؟ ماشي. يلا عشان بس المفروض ماشي، ما انا مش قصدي على دول يا قصدي على اللوكشه الكبير قصدي. يا حسين جاهزه؟ دي وتعالى خد الثانيه كمان شويه. تمام، ارجع لك حالا. شكرا يا بنتي. العفو. تعالى اما نشوف بيودي الفلوس فين. استنى بس. تعالى. يا استاذ انت ما خلصتش السلام عليكم. على فين يا استاذ؟ ها؟ على فين؟ الولد ابني عنده اسهال شديد جدا ومحتاج ادخله الحمام في اي غرفه من الغرف دي دلوقتي حالا. بطني يا بسبب. لا حضرتك عندكم حمامات بره ممنوع الدخول هنا. ما هو اتزنق هنا، يعني هنعمل ايه؟ حسب الزنقه فين يعني. سأعملها يا أبي، ستسقط سأزرط الدنيا. لا وعلى ايه؟ اتفضل بس بسرعه والنبي. دقيقه يعني. يلا اتفضل 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 يا ايدي، اتفضل يا ايدي، اتفضل. شكرا يا. العفو اتفضل. ايوه الاوضه دي اللي فيها الكنز كله. وهنخش بقى ازاي يا علي بابا؟ انت عشت قد ايه في الدنيا يا؟ أنا عشت 10. يعني بذره فاقطم بقى. أنت الله. خير يا استاذ، انت مين؟ دخلت هنا ازاي؟ انتوا مين؟ معلش ما خدناش بالنا، احنا بس داخلين الحمامات عادي زي الناس يعني. حمامات ايه؟ شوفوا عم حسين في عهده يا عم حسين. يا استاذ باب بره مكتوب عليه الحسابات مش الحمامات. ما هو احنا اسفين معلش، اصل الواد ألدغ في السين فشافها ميم يا عم شافهم ولا اطلب لهم الان؟ كده يعني بقى. اتفضل يا استاذ بعد اذن حضرتك. بسرعه ونمشي مفيش. لا يا حبيبي مش هنا بره، انا هوصلك. لا يا حبيبي مش حمامات بعد اذنك طب أنا عندي ساعة. معلش بره انا هوصلك. خلاص يا خلاص بعد يا. اذنك في مشاكل. خلاص معلش. لا يا حبيبي انا هوصلك بعد اذنك يا استاذ لو سمحت اتفضل. طب أنا خلاص يا. نطلع ونعمل كل حاجه بعد كده. خلاص يا. اتفضلوا بعد اذنكم. خلاص يلا خلاص. خلاص مش مشكله. اتفضل يا استاذ، اتفضل يا استاذ بعد اذنك لو سمحت اتفضل. يا استاذ الحمامات اخر الكوريدور على الشمال. معلش احنا اسفين على سوء التفاهم ده. حصل خير. اسفين شكرا. محمد 2 شاي بعد اذنك. ورينا بقى انت هتجيب الفلوس ازاي. اتقل واتعلم عشان ما تكبر تبقى معانا. بالظبط. فل. عالكل. دي بقى دي اللي هتنيمهم في 60 نوم. قول لي بقى بتحطها ازاي. زي السكر في الشاي. لا هتستظرف كتير بس قول لي بتحطها ازاي. هضغط من هنا هالنقط هتنزل في الشاي. ايه مين خبطك يا ابني يا ابني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. محسودين ولا ايه؟ محسودين احنا. الحتة دي اتكسرت يا عم. شوفوا اخ كويس بعد اذنك لحسن الواد اتخبط خبطه ما يعلم بيها الا ربنا. كويس؟ ايوه. لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص شكرا 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 يا استاذ شكرا. هو بقى كويس. كويس ماشي. ايه اللي حصل لك يا حبيبي؟ الحتة دي اتعصرت. اتعصرت؟ معلش اتكسرت. معلش يا استاذ هو بس مش فاهم هو بيقول ايه. الخبطه يعني جامده جدا عليه معلش. ده لازم يروح للدكتور بتاعه. لا هو دكتور ايه الشاي هيبرد. هو كويس والله. انت مش كويس يا؟ ايوه بص اهو هو بقى كويس. بس كانت عايزه تتعصر واتعصرت وخلاص هي نشفت دلوقتي هتبقى زي الفل. بعد اذنك الشاي بعد اذنك لو انت راح توديه عشان ما يعملولكش جيزه ولا حاجه. يا ابني انت غلبان يا حبيبي. دخل الشاي عشان المنوم لو قب على الوش ما حدش هيشربها. بونجور. بونجور. ايه هنقعد فين على الكنبه دي؟ اه طبعا اتفضل. مش عاجباك الكلمة نغيرها ولا تمام؟ نو It's good. اهلا وسهلا. نحب نتعرف بيكم. It's my pleasure. أنا منير عزيز الفنان التشكيلي المعروف في جميع أنحاء العالم. تقدري تشوفي أعمالي بتزين جدران لا كورنوف محطة المترو اللي في الخط السابع في مترو باريس وانت نازلة على سان دوني. الحقيقة أنا طول ال8 سنين اللي فاتوا ما عملتش معرض وده كان مثار تساؤلات لكل الناس. ليه منير عزيز؟ فين أعماله؟ الحقيقة أنا كنت مكرس وقتي وجهدي وتركيزي في عمل واحد فقط هو دالي. دالي ده العمل الجديد او التحفه الفنيه؟ نو دالي ابني
دالي منير عزيز. ولد الفنان دالي منير عزيز عام 2013 في حي الزمالك، وترعرع على حب الموسيقى والرسم والنحت والرياضة إلى جانب تفوقه الدراسي الملحوظ الذي أبهر جميع المحيطين، لدرجة أنه قد انفرد بصدارة الكلاس بفارق شاسع عن أقرب منافسيه، لدرجة أنه قد أبهر منير عزيز شخصياً. قرطة في الملوخية يا رأفت. شكلي مش جاية دلوقتي. دالي حبيبي قولي ايه؟ Excuse me. دالي مش دالي. دالي it belongs to سلفادور دالي. دالي نسبة إلى سعد الدالي، في فرق كبير ما بينهم. انا متاسفه جدا جدا. طيب دالي، ايه اكتر حاجه انت بتحبها في بابا؟ اكتر حاجه بحبها في منير عزيز ايوه انه دايما بيحببني في الحاجه اللي بعملها وبيشجعني علشان اكون احسن. وعمره ما ضغط عليا في حاجه علشان انفذها. انا فخور اني ابن الفنان العالمي منير عزيز. دالي عندك كم سنه حبيبي؟ 8 سنين. ياه، بس اللي يسمعك بتتكلم يقول ان انت اكبر من سنك بكتير. Absolutely مدام. It's my favorite sentence. أنا دايماً أحب الناس تقول له أنت أكبر من سنك. فعلياً أنا كنت بشتغل وبشقى طول السنين اللي فاتت علشان الناس تشوفه تقول تفكيره ساب سنه. هو فعلاً سنه 8 سنين، لكن فعلياً هو عامل 68. طب هو مين الأستاذ منير زكي اللي انتوا بتتكلموا عليه؟ مدام منير عزيز قاعد قدامك شخصياً. حضرتك بتتكلم عنه كأنه ميت. Excuse me مدام، تفي من بقك. مش عليا، it's an expression. هو تنك ولا متخلف؟ الواد ولا ابوه؟ الاثنين متخلفين الجوز. اوكي. في الفسخ ايه ده؟ الشنطة يا ابن الحرامية. شفتوش ياض راح فين ولا هنا ولا هنا يا؟ ايه البطيء اصلا؟ هتزوغ مننا وراح فين بقى قول لي؟ انا اللي بطيء ده؟ انت ماشي زي السلحفة بالطريقة دي، قلت لك اصبر يا. ايه ده؟ انت الزيتة دي اتفضلوا اقعدوا. ايه ده؟ معلش احنا ناسيين، هو ده المطعم ولا ايه؟ مطعم ايه؟ دي مسابقة. ما خدناش بالنا، معلش. تعالى اسكت. ما تتكلمش، ما تفتحش بقك ولا كلمة. اتفضلي يا انسة كارلا، ابدأي الانترفيو. اهلا وسهلا بيكم. احب اتعرف على حضرتك. انا الاستاذ عبد الحفيظ الغرباوي. استاذ عبد الحفيظ الغرباوي. لا للاسف اسمك مش موجود عندي في الاستمارة. طب شوفيه هنا ولا هنا كده؟ اتفضل خد، لو انت مكدبني دور بنفسك. سبحان الله. حضرتك بتشتغل ايه؟ مهندس تاريخ. نعم؟ قصدي مدرس تاريخ، وكما قال الشاعر. شاعر ايه يا اسطى؟ مش انت مدرس تاريخ؟ طب وايه كما قال الشاعر؟ ما انا بثبته مظبوط. طب انجز. طيب استاذ عبد الحفيظ، احب اعرف ايه اللي خلاكم تيجوا على المسابقه بتاعتنا وتقدموا فيها؟ والله هو احنا اللي جايين عشانه راح، للاسف اللي جايين عشانه راح. وايه اللي راح؟ في حاجه راحت منك؟ الحلوه خدها على كتفه ومشي. مراتك؟ لا انا مش متجوز. امال ده ايه؟ قصدي مراتي فعلا، بس هي مش حلوه يعني. طب حضرتك بقى جايين المسابقه هنا ليه؟ احنا جايين عشان ناخد الفلوس ناخد. تاخد ايه؟ حد سمع حاجه؟ ايوه انا سمعت الولد قال وش ونجري، انت عارفه ايه؟ حضرتك قلتي الولد. فعلا ولد. لا يا استاذ عبد الحفيظ، ما تفقدش الامل، لسه الفرصه قدامك كبيره. فرصه ايه اللي ما راحتش؟ وانت ضريانه بحاجه انت كمان؟ ايه في ايه؟ تعالى يا ابني. تاخد ايه؟ شوكولاته. طب استأذن الاول. ليه واستأذن ليه يعني؟ لا الادب يقول ان انت تستأذن. مين الادب ده؟ مين انت مين اصلا؟ ايه ده؟ لا مش شرط ان اليافطه تبقى مهم يعني. مين يعني؟ مين حضرتك؟ انا مش فاهم يا عم، خلينا بس اخد خلاص يا شوكولاتة. حبيبي خد. لا مش حكايه هي. لا مش حكايه. ايه ده يا ابني؟ معلش الولد ده محروم يا عيني. لا حضرتك معلش، والله ما محروم ولا اي حاجه، ده احنا مربينه على الغالي. بس هو يعني انا منعه من الشوكولاته. العيب فيا. ليه بقى؟ ليه؟ لانه هو عنده دهون ثلاثيه. ده عنده دهون ثلاثيه، امال انا يبقى عندي ايه؟ لا انت ما شاء الله زي القمر. ميرسي قوي يا استاذ عبد الحفيظ، شكرا. لا بعد الشر عليه، بس برضو تعلموا الادب شويه. الدكتور حذرنا اكتر من مره ما ياكلش وينام. طيب استاذ عبد الحفيظ، احب اعرف ايه الحاجه اللي انت بتدعمها في ابنك؟ يابا ما تخلصنا من فيلم الكتيان دوت، خلص المصلحة راحت والفلوس خلاص، الفلوس أصلا مش هتبات في عبنا، احنا بقى هنسمع ايه؟ هنسمع أغنية سلام يا دنيا سلام ونخلع على الخفيف. الولد ده بيتكلم لغة غريبة جدا. التمثيل موهبته الأساسية اللي أنا اكتشفتها فيه التمثيل. صحيت من النوم مرة لقيته بالشكل ده، قلت له بس أنت
ربنا مصارف لك. لا في ايه يا استاذ توفيق؟ ده حقيقي، انا مصدقه. مصداقيه، انت موهبه فذه، انت من مدرسه المعايشه الكامله. ايوه هي المعايشه، مش ديت في التربيه. ايوه كنت بقى بقف على السور واعكس البنات واحده واحده. الشخصيه مأثره فيه جدا، هو راكب الشخصيه والشخصيه راكباه، لدرجه ان انا كلمت شيخ يجي يطلع الشخصيه من عليه بالطريقه دي. ايه ده، هو مش حضرتك الاستاذ فاخر؟ نعم يا حبيبي. انا اسف حضرتك، صح. قصدي عامر. قربت. نازل. بص حضرتك على اليافطه دي. لا من بعيد، معلش. كمان توفيق. انا ممثل، انت ما شفتنيش قبل كده ولا ايه؟ لا يبقى مش انت. ما علينا. استاذ عبد الحفيظ، احب اعرف ايه اكتر حاجه انت بتحبها في مدثر؟ مفيش حاجه بحبها في مدثر. نعم؟ قصدي مفيش حاجه في مدثر ما بحبهاش. ما شاء الله الواد كله مشاكل. طيب مدثر حبيبي، احب اعرف ايه الحاجه اللي بتحبها في باباك، او ايه الحاجه اللي بتميزه؟ مناخير. قصده بحط مناخيري في الحاجه اجيب اخرها. انا معود ابني على الجراءه في الحوار. هي المصداقيه. هي مش هي دي يا جماعه اللي بنتكلم عليها. طب يا ابله فلوس الاستماره، طب مش احنا اولى بيها طيب ولا ايه؟ استمارة ايه وانتوا دفعتوا حاجه؟ ايوه دفعنا. دفعت فين دفعت. اذا كان اسمك مش موجود فين؟ ولا اسم ابوك. وريني يا ولا يا مدثر. خليه يا مدثر. كفايه شوكولاته. هي دي مدرسه المصداقيه. هي اتفضل مع الف سلامه، وخد الولد ده معاك. تكون الشوكولاته. ايوه خلاص. شكرا. بعد اذنك بس يا استاذه كرنك. كايه؟ كرنك. كارلا يا فندم، اسمي كارلا. دوت ايه او اندرسكور ايه، عشان بس حبينا نعمل اضافه بس. اضافه ايه؟ ايه مش وقت المريه بقى. ثواني بس يا عم تعرف ماشي. شكرا. اتفضل. شكرا. نمشي منين؟ من هنا. من اي حته، مكان ما جيت. من اي حته بس امشي. ادينا طلعنا من المولد بلا حمص. سبحان الله، تعال فار ونحس يا حاجه غريبه. رايحين نسرق المصلحه تقوم تسرق مننا. ولاد الحرام ما سابوش لولاد الحرام برضه حاجه. انا الحمد لله حظي فل الفل، حظي زي الفل. انا ما بنزلش نازله غير وانا راجع بالخير كله. شوف بقى مين اللي فقرنا. ما كنا خدنا 5 بواكي وكنا خلعنا، كنا شفنا مصلحتنا في حته تانية. كان زمان الوقت راجع بيتشين المعسكر. انا غلطان اصلا اللي انا مشيت وراه. انا مش حرام يا اخواني، انا ما سرقتش الفلوس يا باشا. انا كير سيرفيس، انا بنضف فاكر ان الشنطه فاضيه ما فيهاش فلوس. اعرف منين ان فيها فلوس؟ وزي الشيطان وزني. حاسبه الشيطان شاطر. انا شايفه ان الفنان التشكيلي اللي اسمه منير عزيز هو وابنه دالي فعلا يستحقوا انهم يدخلوا المسابقه. بصراحه يا استاذه علا انا شايفه ان احنا ما هو انت شايفه. طب احنا بنشوف بخرج. حد قال لك ان احنا عمي؟ انا اسفه، انا ما اقصدش. لا مش اسفه جدا. اتفضل. يا سماح احدفي لاخوكي المفتاح من الشباك. يا سماح اخوكي واقف في الشارع من الصبح. طب دلدليهوله في السبت. اي ثينك ان المهندس طه زغلول يعني بجد جدير انه يكون متواجد معانا في البرنامج. الراجل ديسنت جدا. بالعكس يا دكتوره فدوى، انا شايف ان بين الاب وبين ابنه في علاقه مش سويه. الولد بيشوف ابوه بيتوتر بيتوتر. انا بس شايفه ان احنا لو هو احنا برضو بنشوف اهو، قاعدين لسه بنبحث الحاله. فانت لما تشوفي انت كده جبتي الدوره في البرنامج. اصبري شويه علينا يا ماما لان احنا كبار مظبوط. انا اسفه كده ما اقصدش. اتفضل. انا اختلف معاكي يا استاذ توفيق. لا انت متفقه معاكي طبعا. اوكي. لاني شايفه ان سلوك الولد ده تجاه ابوه مش خوف، لا ده احترام. لا خوف. احترام. خوف يا جماعه، احترموا ان انا قاعده في وسطيكم. مش معقول كده. ما هو الراجل ايهاب قاعد ساكت اهو. انت ما بتتكلمش ليه يا ايهاب؟ تقول رايك. انا مؤدب يا هانم، ما اقدرش اقول رايي وحضرتك قاعده. يا سلام على الاحترام وعلى الادب ونعم الاخلاق فعلا. يا جماعه انا قررت ان الولد ده مش هيدخل، يعني مش هيدخل.
مخدة يا زيكا، حاطط لي مخدة. بتشتغل الجنرال مانجر بتاعك، بتضحك على الكوتش. ده ما اتخلقش اللي يضحك على الكوتش يا قزم الأقزام. ست غلبانة ابنها اتخطف وهو في اللفة، دخلت عليها بالترارالي والبرارالي، صدقت إن أنا ابنها فأخدتني معاها البيت. دخلت البيت لقيت صندوق فيه مرجان وذهب وألماظ وكل اللي أنت نفسك فيه. ده أنت دخلت شقة علي ماما بقى. طيب يا حبيب ماما، فين صندوق الكنز ده؟ أنت داخل شلتي ملتي بالباروكة بتاعتك بس يا زيكا. ما هو ابنها الحقيقي رجع، كنت هتكشف وهتعكش، بس ستر ربنا بقى. كان نفسي اجيلك بالغنائم تحت رجلك وبالمرجان وبكل حاجه والالماس والدهب، بس هعمل ايه بقى؟ حقك على راسي يا كبير، حقك على راسي. برافو برافو يا زيكا، احسن ولد عندي. شفتوا الصدق مصدق كل كلمه طالعه من بقه، فاللي قدامه بالتبعيه بيصدقها. الله عليك يا زيكا، بس مش على الكوتش. تشتغل الكوتش يا زيكا، بتعمل المصلحه من وراه يا زيكا. اعدم نظري والله ما حصل. عارف انت كنت هتبقى التيم ليدر بتاع المؤسسه، بس للاسف انت ضربت بعرض الحائط بكل قوانين المؤسسه. انت خنت المؤسسه يا زيكا. للاسف انت رجعت للمربع صفر تاني وبايدك يا زيكا. اول واخر مره والله، اول واخر مره يا كبير. للاسف يا زوكا، اول مره عند الكوتش هي اخر مره. سوكا بازوكا، امرك كوتش. ماسورة الظلمات وما يخرجش منها قبل شهر ونص. لا بص رجلك، والله اسف، والله ما اعمل كده تاني. باي باي. اشتغل عندك اللي انت عايزه تبقى. والله اسف، والله اسف، والله اسف. والنبي يا كوتش، خلاص يا كوتش، خلاص يا كوتش. يا كوتش والنبي يا كوتش، يا كوتش والنبي يا كوتش، خلاص يا كوتش. كوتش يا كوتش يا كبير، والله اول واخر مره، محدش هتتكلم. خلاص قضي الامر. ايه يا عباقرة؟ بقالكوا 24 ساعة مش عارفين تجيبوا حتة لابتوب؟ اهدى يا مستر رامز، اكيد هنلاقي حل. ما هو لو كان في حل كانوا لاقوه. انتوا بتعملوا ايه في الشركة؟ ايه لازمتكم؟ لايكات وكومنتات للصفحة؟ بترستروا الراوتر لما النت يقطع؟ هرستر انا يا اخوي. ولو على الصفحة امسكها لها، بتعمل ايه دي تنضف منك؟ يا مستر رامز، المشكلة اللي حضرتك قافل اللوكيشن على اللابتوب. حاولنا يا فندم نتتبع الاي بي بتاع اللابتوب، بس للاسف ملوش وجود. اكيد اللي سارقه ما دخلش بيه على الانترنت لحد دلوقتي. ده كلام فارغ ده. اعمل ايه؟ استنى البيه لما يفتح الفيسبوك عندي على اللابتوب؟ انت مين شغالك في الشركة هنا؟ حضرتك. تمام. طب بصوا بقى، قدامكم معايا 24 ساعة. اللابتوب ده لو ما رجعش مش هخلي حد فيكم يعرف يمسك ماوس تاني. كلامي واضح؟ واضح. اتفضل. يسعد اذنك. يلا! ورا اخواتك، يلا. فعلا ابويا كان عنده حق لما قال عليا ان انا عيل صايع ضايع مش نافع في حاجه. يا عم ما تضلمهاش بقى، وبعدين انت بتصدق ابوك؟ ابوك ده نصاب. انا لسه هضلمها، دي بقت اسود من الفانلة الاحتياطي بتاعت مانشستر. ايه ده؟ هي مانشستر بتضحك قوي كده؟ ده انا خلاص، ده انا مش عارف اصدم في شغلها، ده انا كل لما احاول اقلب حد الناس بقت متبته على جيوبها ولا كانك بتسرق حسابهم في البنك. انا بفكر انتحر، معكش 50 جنيه اجيب سم؟ طب ما تنط في النيل ارخص. ما بعرفش اعوم. ما هي دي حلاوتها، ما انت كده كده هتموت، مش لازم تكون بتعرف تعوم. بص يا مختار، انت قدامك حلين، يا تموت يا تتوب. انا شايف بقى ان انت تتوب وتشتغل لك شغلانه حلوه. اشتغل ايه بقى في الزمن الاخضر ده؟ يا الزمن الاخضر بتضحك برضه؟ هي ليه القهوه كلها بتضحك الا انا؟ انا كمان زيك ما بضحكش. عشان حالك من حالي، احنا الاتنين عيشتنا طين. ما تضحكونا معاكم يا شباب الجيل، ولا الضحك كده ملناش نفس. ده راجل وابنه مقدمين في برنامج ذا جود فاذر، بس ايه دمهم عسل. برنامج ايه؟ ذا جود فاذر. وريني كده.
انت ازاي ما تعرفهمش؟ دول مكسرين الدنيا، دول امبارح بس عاملين يجي 3 مليون فيوز. فيوز؟ ايه الاتنين اللي جم علينا؟ يا ريس، ولجنة التحكيم اختارت المتسابقين اللي هيدخلوا البرنامج. مش بس كده، احنا كمان ابتدينا تحضير لحفلة الافتتاح. كويس قوي، هايل. انا كمان ملاحظ ان في تفاعل من الناس مع السوشيال ميديا على البرنامج. انا شفت بالصدفه الفيديو بتاع الراجل المدرس ده وابنه، الله يخرب بيتهم دمهم زي العسل. انا متاكد انهم هيرفعوا نسبه المشاهده. هم فعلا يا فندم لطاف جدا، بس للاسف لجنة التحكيم ما اختارتهمش في المسابقة. ما اختارتهمش ازاي يعني؟ بأمارة ايه؟ بيفكروا بأنهي حته دول؟ الراجل ده وابنه لازم يكونوا في البرنامج. انا عن نفسي مستني اشوفهم في المسابقه عشان اضحك وانبسط. عايزين الناس تفك. حاضر يا فندم. خالي. مستر مأمون، شركة فيولا بعتت ايميل علشان يقابلوا فيه حضرتك علشان يمضوا عقود رعاية البرنامج. اديهم ميعاد في اسرع وقت. دول ناس ايديهم مبحبحه بيدفعوا كويس. ها؟ تحت امرك يا مستر مأمون. قفشه قوي السكرتيره دي حضرتك. مش مهم، المهم انها ايمج حلو للشركه. خلينا في المهم. اتصل بقى بمدام علا وقول لها ان الجدع ده وابنه لازم يكونوا في البرنامج. ده برنامج ترفيهي، هي هتعمل لهم كشف هيئه ولا ايه؟ لا ما تحبكهاش قوي كده. تحت امر معاليك يا مستر مأمون. ازيك يا ملوقه؟ ولا اسلام، ساعه هاجي لك بعد ساعه. ازيك يا ابو لؤى؟ يا رب يسر علينا يا رب، انا غلبان ونيتي صافيه. ازيك يا لؤى؟ مساء الخير. يا ريت حضرتك تنقي لي كام اشارب كده تكون الوانهم هاديه وبريئه ورقيقه. دولم ب50 والصف ده هون ب100، اما دوك هما فب130 بس خامتهم احسن. لا 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 لا، انا ما يهمنيش الفلوس خالص، انا يهمني الخامه تكون حنينه. ايه؟ نقي لي حاجه على ذوقك انت. هو السن قد ايه؟ يعني تقدري تقولي 40 وماشيه في الواحد من 40. لا يعني مش سن حضرتك، يعني لا مؤاخذة، السن اللي جايب لها الاشارباوي. معلش فهمت غلط. لا انا مش جايب الاشاربات لحد معين، انا ما فيش اي حد في حياتي، انا وحداني. بس انا جايب الاشاربات دي للناس الغلابه اللي في الشارع. اصل انا كل ما يجيني قرشين اوزع 3/4 زكاه وربع صدقه. ربنا يجزيك خير يا ابويا. لا ابوك ايه بقى؟ ما احنا قلنا فرق السن مش كبير للدرجه دي. قولي لي يا سمباري على طول. يوه يا مش قادرة. يا عم سمباري. مقبولة منك. دولم حلوين قوي، يلقوا على اي لون بشرة، يعني خمرية، سمارة، بياضة. لا هي بياضة وزي القشطة. الله 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 الله، ايه ده؟ بتعمل هنا ايه يابا؟ ايه نويت تتحجب؟ مين؟ مختار؟ الله يخرب بيتك، ايه اللي جابك دلوقتي؟ مختار ابن حبيبي نور عيني، وحشتني قوي. يا نهار ابيض، سبحان الله، تصدقوا تؤمني بالله؟ لا اله الا الله. اخر مره حضني جاي حاسب الميكروباص ما لقيتش الفلوس. ابن مختار عوض ربنا ليا في الدنيا 17 سنة، بس هو اللي حلف كده شوية. ما شاء الله. 17؟ طب فين التورته؟ طب والعيد الميلاد وحبيبان زي انتونيو؟ يا حبيب قلب ابوك، ادي 200 جنيه اهو، اعزم اصحابك، روحوا سينما، اتغدوا، ضيع الفلوس دي كلها، ما ترجعش بفلوس خالص. حبيبي من ساعة ما خلص الثانوية العامة وهو قافل على نفسه باب الأوضة. ثانوية عامة؟ انت متأكد ان انت ابويا ولا ده تشابه اشكال؟ بس بقول لك ايه، ما تتأخرش علشان تلحق تاكل لقمة معانا، شكلك هفتان قوي يا ابني. لا 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 لا، ده القيامة قامت بقى واحنا بنتحاسب ولا ايه يا جدعان؟ وتيجي بدري بقى علشان هنسيب لك منابك من الكوكو. كوكو؟ كوكو خلي بالك انت. الله، وفي كده حضرتك حنين قوي مع ابنك يا عم سمباري. الحنية ما بتطلبش يا ضحى،
الحنيه دي في الدم. انا بمشي في الشارع الناس يقولوا الحنين اهو، الحنين اهو، ايه الحنين اهو، ايه الحنين اهو. بس انت ادعي ربنا بقى ينوبك من الحنيه دي جانب. عفيفي. نعم يا فندم. تمسك هات ساعدي عندك في العربيه. تمام. هتلاقي ساعه معفنه قوي كده، هاتها لي، ومفاتيح العربيه المعفنه دي برضو هاتها لي. يلا. حاضر يا مستر رامز. يلا يا عفيفي، يلا مش ناقص. حاضر يا مستر، حاضر، اتفضل اهو. اهم يا فندم. بس انت كده تمام قوي. استناني انت هنا، انا هروح مشوار بالعربيه القذره دي وارجع لك تاني. اللي تشوفه حضرتك. اتفضل. صباح الخير. صباح النور. انا اسفه قوي على التاخير. يا حبيبتي ولا يهمك، اقعدي. معلش والله يا رامز، انا مسحوله في البرنامج سحله مموته نفسي. انا اهم حاجه عندي ان انت تاخدي اهم خطوه في حياتك. لا مهمه ايه ده، انا باخد اهم واكبر خطوه في حياتي، مقطعه نفسي كده. بكره ان شاء الله تمشي في الشوارع وتقول المذيعه اللي مكسره الدنيا المجتهده دي تبقى خطيبتي. لا، مراتي. انا نفسي اقول مراتي يا كارل. نتجوز امتى بقى؟ يا رامز، مش احنا متفقين ان انا كده يعني هبني مستقبلي واطمن على نفسي واقف على ارض صلبه علشان انجح بمجهودي مش بمجهود اي حد، وبعدين نتجوز؟ وبعدين يا سيدي احنا متفقين من الاول على 3 سنين اكون حققت نفسي، ولا انت رجعت بقى في قرارك؟ ما رجعتش في قراري، وواثق منه 1,000,000%. لا واحده زيك فين؟ احلامها زي احلام، طموحاتها زي طموحاتي، طولها نفس طولي. عارف يا رامز ايه اكتر حاجه بتعجبني فيك؟ ايه؟ رغم ان انت من عيله كبيره جدا، بس انت انسان بسيط متواضع. يعني مثلا ممكن تركب اغلى عربيه في العالم، والله. بس لا، انت مختار تركب عربيه بسيطه، مختار حياتك كلها تبقى بسيطه، حتى لبسك يبقى بسيط. بلبس من الوكاله. انت رحت الراجل اللي قلت لك عليه؟ رحت له. شفت حاجته تحفه ازاي؟ اهو. اي خدمه. ثانيه واحده معلش، بس هرد على التليفون. الو. هو انت كل ده لسه ما خلصتش؟ طب ثبت لي الحمار اللي عندك ده لحد اما اجيله، سامعني؟ نهار اسود ومنيل. ايه في ايه؟ ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ ده؟ ده موبايل 12؟ ده مش تليفوني، ده تليفون مدير مكتبي. اصل انا التليفون ال 1100 كشاف بتاعي وانا بولعه راح ضارب في عينيا. فرحت بعته الصيانه عشان يتصلح، وقلت امسك تليفون. يعني اقول لك على حاجه عشان خاطرك انت بس. اهو. لا انت اتجننت. ده يفك ازمه بلد ده. خليه معاك ونبقى نصلح تليفونك. الحمد لله. الحمد لله. خضتني. انت اللي خضتيني. تحب حضرتك تشرب حاجه يا فندم؟ انا هات لي فرابتشينو. انا ممكن اشرب بس كوبايه شاي 50. شكرا. انت متاكد يا مخ ان مفيش حد جوه ولا ايه الدنيا؟ قريني. انا مش متاكد، بس لما ببقاش متاكد ببقى مطمن. ربنا يستر. بقول لك ايه، الحكومه لو حضرت تديني رهن. امان. ماشي. الو، ايه يا الحكومه جت؟ مساء الخير، استاذ عبد الحفيظ معايا؟ عبد الحفيظ مين؟ حضرتك الاستاذ عبد الحفيظ اللي مقدم في برنامج ذا جود فاذر؟ لا انا مختار اللورد، بلا مسابقات بلا كلام من ده. ازاي بس يا فندم؟ حضرتك اتقبلت للمشاركه معانا في برنامج ذا جود فاذر، وممكن تكسب جايزه $300,000. ايه؟ $300,000؟ ده مين ده اللي ممكن ياخدها؟ انت بتتكلم بجد يا نهار اسود، انت مين؟ انت حرامي؟ انا اسف، خليكي زي ما انت، لا من شاف ولا من داري. يا لهوي! ايه دي؟ الله يرضى. خير يا فندم؟ ايوه
يا ابني دي الحاجة فرحانة، الحاجة فرحانة معانا. ايه دي مش حرامي يا ولاد؟ وخد البسي دول بس يا ولاد. لا ده هم قفشوا حرامي في المنطقة ففرحانين بيه، بس كمل انت، كمل انا معاك. هل الوقت مناسب لحضرتك اقول لك تفاصيل المسابقه؟ ايه؟ لو حضرتك مشغول اكلمك في وقت تاني. لا ده احنا بنجري ورا حرامي بس سريع شوية. المهم ناخد الفلوس امتى؟ بتنهج ليه يا فندم؟ بنهج ليه؟ عشان بلعب باليه. معلش اللي انت صابر على الوجع اصبر كمان، خليك جدع. ما انا صابر. يا شفيق حبيت القلب يا ابني. هو ابوك المدمن ده مش هيبطل سويت؟ ده ايه المستوصف اللي انا فيه ده؟ حاضر يابا حاضر. والله نفسي اعمل له العمليه بس غاليه قوي. يا ابني ابوك مش عيان، ابوك بس بيطمن لما الدواء بيبقى حواليه. ده انا مفيش مره جيت لك الا لما ابوك قال لك الدواء يا شفيق. انا نفسي انت بس تطلعه من دماغك، مالكش دعوه بيه. انت لازم تساعدني يا شفشق. اساعدك ازاي؟ ما انا جايب لك التلج اللي في البيت كله اهو. انا عايزك تساعدني اخش المسابقه. لا انا ما تشركنيش في نصايبك. انا راجل تايب ماليش في سكه الحرام. يا ابني دول 300,000 دولار، عارف يعني ايه؟ يعني هنسكن الكومباوندات ونقب على وش الدنيا. افهم الكلام اللي بقوله لك. 300,000 دولار؟ لا ده احنا هنخش المسابقه ونكسبها ونعالج ابويا ونجيب شقه في كومباوند ونبيع المحل الكحيان ده ونجيب محل في مول العرب. امال انت فاكر ايه؟ بس اكسبها ازاي؟ فكر معايا. دي سهله دي. انت والواد زيكا خلاص بقيتوا ترند، بما انهم قابلوكوا في البرنامج يبقى انتوا عندكم فرصه ان انتوا تفوزوا. فانت لازم تبقى احسن اب وتعلم على كل المشتركين. دول 5 مليون جنيه يا مختار وانت كحيان. تسخنت ليه كده يا؟ هو انت مش كنت قافل الباب الشمال ده؟ لا ما انا ما كنتش قافله بالترباس يعني. وبعدين احنا مش هنسرق، احنا داخلين مسابقه. وحتى يا عم لو هنسرق هما اللي قبلينا قالوا ايه؟ لو سرقت تسرق ايه؟ جمل. لو ركبت تركب ايه؟ جمل. حلو يبقى احنا كده متفقين. متفقين على ايه؟ انت بتريحني في الكلام. هو انا قلت حاجه؟ جمل ايه؟ انا مشكلتي مش في الجمل، مشكلتي في الواد زيكا. اجيبه منين تاني؟ ده زاغ مني. انت هتغلب يا مختار، هتلاقيه على الجمل. بقى معقوله رايح تقابلها وماسك في ايدك اشيك واغلى موبايل في السوق ومش عايزها تشك؟ انت عبيط يالا. خلاص بقى يا انكل، حليت الموضوع والدنيا بقت زي الفل. جوزها لي بقى، انا اتخنقت من موضوع الفقير اللي انا عايش فيه ده. خلاص احنا نكمل بقى السكه معاها بنفس الطريقه دي لحد ما تجوزه. يمكن يعني بعد الجواز يطلع من دماغها الافكار الشيوعيه دي. بقول لك ايه، خلينا بقى في المهم اللي رايه. اخبار الورق، غسلت الورق، دبرت الورق، ظبطت الورق، تربيت التت، تربيت التوت والحاجات دي. ال 20 مليون هيطيروا، هندفع 7. 100 وريني بقى ملفات عشان ارجعها واطمن زي كل مره. ملفات على اللابتوب. ايوه فين اللابتوب؟ جوه الملفات. في يا رامز فين اللابتوب؟ ما بمشيش بيه عشان المصايب اللي عليه. خلاص بقى. باشا النبي اي حاجه يا باشا، يا رب تتجوزها. ده اخويا اصلا يا عبيط انت. طب يا رب اتجوزها. يلا من هنا. ولا تعالى يلا طوق لي المكنه دي. هو انت يا عم حل عن نفوخي واحد الله اعملها معاك في الميدان. انا بقى هدفنك في الميدان لو ما سمعتش كلامي وما مسكتش العقل. اركب ياه. ماشي. اخلص. سلام يا باشا. عامل لي اعرج. يلا بينا. اركب يا اعرج. ايه ده بقى؟ يا اسطى انت عايز ايه يا اسطى؟ مش كفايه خليت الشارع كله يجري ورايا بعد ما دليتك على الواد؟ يا باشا قلبك اسود كده يا عموما يعني مقضيه. خد ادي ال 50 جنيه بتاعتك اهي اللي انا وعدتك بيها. تمام يابا كده؟ حلو. بس ايه؟ ما تبقاش طماع. خد 50 تانية اهي. اترضيت؟ راضيني بقى. قول لي بقى فين الواد زيكا؟ مكانه الجديد فين؟ زيكا؟ لا زيكا خلاص، زيكا انتهى. مات؟ يا اخي يا ريته كان مات وارتاح. انا جالي خبر ان زيكا اتمسك او هيتمسك، مش فارقه، وهيقعد شهر ونص محبوس، ولا ميه ولا نور. بص ازاي اصلا يتمسك؟ ده طفل يا. لا مش دول اللي مسكوه، ده دول لو كانوا مسكوه كانوا حطوه في الاحداث، رموه في ملجأ، والله كان هيبقى احسن وارحم له. اللي مسكه حكمه ما فيهوش استئتاف. اللي مسكه التوتش. وده هطر عليه فين يا؟ لا
انا لحد هنا، ولو اتكلمت اتشعبط. توتش ايده طايله، ما احبش العصافير، وانا مش عصفوره زي ما انت شايف كده ماشي جنب الحيط. حلو يا جماعه، الواد ده سارق مني 140,000 جنيه. لا ومش عايز استنى خلاص يا باشا. يا باشا ما تضرناش في اكل عيش، هدلك بس ما تجيبش سيره. طب اسمع، تشربوا حاجه يا فندم؟ لا شكرا، بس ليه جايب طبقين يا ابني؟ ما كان طبق واحد وناكل مع بعض. ماشي ماشي اتفضل. يعني ايه القهوة الغالية دي كلها؟ يعني ما كانش له لزوم المصاريف دي كلها. دي مش قهوة، ده كافيه وبينزل أكل. بصراحة كده انت وتد، انت بسبوسة بالقشطة، انت كنافة بالموتزاريلا. لا يا عم سمباري، اوعى تفتكر يعني ان انا وافقت انزل معاك ان انا سهله كده وهتعرف تغرغر بيا وتضحك عليا يعني وتاكل معايا الحلاوه. لا يا عم سمباري، انا مش من دول. على فكره انا نزلت معاك بس عشان انت راجل طيب، ما تخلينيش اندم. انا نفسي خلاص ماشيه. اقعدي رايحة فين؟ ما الأكل نزل. اقعدي أنا هحاسب عليه. وبعدين ما تزعليش، أنا مش قصدي أزعلك، أنا أصل مدب وقلبي مفتوح كده، واللي في قلبي على لساني. لو زعلانه مني لحد دلوقتي قولي لي، او مرمي نفسي قدام اي توك توك معدي بره. بعد الشر عليك ان شاء الله عدوينك. خلاص مش زعلان. انا عارفه انك طيب يا عم سمباري وحنين، واللي في قلبك على لسانك، بس الزمن ده مبقاش يعني يتأمل له، وانا يعني اللي تديله عينيك يطمع في حواجبك. ما هو عشان الزمان ملوش امان، واحميكي من غدر الايام، واحميكي من الوحوش اللي حوالينا بره دول. بتبص على ايه؟ ببص على الوحوش اللي واقفين. انا طالبك في الحلال. فاجئتني يا عم سمباري، بس اصلي يعني بص يا عم سمباري، انت راجل متجوز وانا ما يرضينيش اكسر بقلبها. لا نكسر بقلبها ونكسر دماغها كمان وتغور في 60 داهيه. لا يا عم سمباري، انا ما يرضينيش خالص ان انا اظلم واحده ست معايا. دي قلعبان، ده انا اكتشفت انها عامله حساب على الانستغرام وبتنزل صور جريئه. ستاند باي، الإشارة حمراء، الإشارة هتقفل، أكشن. يا بيه نفعني بالله عليك، عندي مكروب في الأمعاء الغليظ والدكتور كتب لي روشتة غليظ، محتاج علاج ب80,000 جنيه عشان المكروب. بس حنطلة، إيه المبالغة في الأداء دي؟ 80,000 جنيه؟ أنت كده محتاج قرض مش محتاج صدقة. لما نقول مبلغ في المعقول، يعني مثلا 800 جنيه علشان الزبون يقتنع ويبز بكل اللي معاه، وعشان المصداقية ما نقولش رقم مقفول، يعني 735. يلا الإشارة تفتح اهي، خش يا عنبة، خش عليهم. خد مني مناديل يا باشا، الله يكسبك، يرزقك وما يحرجك، ينولك اللي في بالك، يصلح أحوالك. خد مني إن شاء الله باكل وادفع اللي تقدر عليه، كل اللي يطلع منك حلو. برافو عليك يا عنبة. عارفين عنبة نجحت ليه يا ولاد؟ عشان استعملت أسلوب الزن على الودان أمر من السحر. سوكا بازوكا، عمرك يا كاتشانا. نيموهم وتعالوا معايا يلا، ويا ريت نطفي النور ونتمم عشان بتدخلوني في شرايح كبيرة قوي، مع إننا يعني يا كوتش سامح يا كوتش، وربنا ما هتتكرر تاني، والله مش هتتكرر يا كوتش، كلمني والنبي. ايه ده؟ هو ابو هشيمه ساكن هنا يا؟ هشيمة ايه يا عم؟ ده التوتش. كوتش؟ ايوه. تسريح العيال بيكسب الفلوس دي كلها؟